يا هلا والله بالغاليين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يكون كل الناس بخير. والله وحشتوني جدا. الانقطاع الفترة اللي فاتت دي كان شوية شغل كده، بس ان شاء الله راجعين تاني وهنبدأ نكمل في نشر المحتوى بتاعنا زي ما كنا بنتكلم. ويا اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كورس الفي اف اكس، وان شاء الله تكون الفيديوهات اللي احنا بنشتغل عليها والتطبيقات بتاعتكم بتفيدكم. النهارده بإذن الله عندنا تريكاية جديدة او نخش في سر جديد من اسرار الفي اف اكس، الا وهو البارتيكل سيستم. هنشوف ازاي بنقدر نتحكم، ايه هو اصلا البارتيكل سيستم، وازاي بنقدر نتحكم فيه، وازاي بنقدر نستخدمه، وايه هي التفاصيل الصغيره اللي ممكن تكون بتفرق في واقعيته، ايه الحاجات اللي هو بيكون محدود فيها، ايه الحاجات اللي نقدر نستفيد منه فيها. وهنتكلم كمان بعدها عن ازاي نقدر ان احنا ندمج شخص، او ان احنا نستخدم فوتج فيها شخص ونبدا نعمل له انتجريشن، او نعمل اندماج ما بينه وما بين الشوت بتاعنا. هنبدا نعمل كومبوستنج بتاعنا او الدمج نعمله على برنامج افتر افكت، لان كذا حد كان كلمني على برنامج افتر افكت. انا عارف ان في ناس كتير محترفه او ناس كتير شاطره في فكره برنامج افتر افكت، بس يعني كلامنا النهارده هيبقى موجه اكتر للناس اللي لسه ممكن تكون مبتدئه في افتر افكت وما عندهاش معلومات كتير. بس هنشرح كام حاجه كده ممكن نعملهم جواه وخلاص. فعايزك تصحصح معايا كده النهارده. الدرس ان شاء الله هيكون خفيف ولذيذ ومن غير كلام كتير. يلا بينا، خلينا نبدا على طول. بسم الله. تعالوا في البدايه نشوف الفوتج بتاعتنا النهارده. هو الطفل ده وهو ماشي كده، حركه كاميرا خفيفه. هنشوف ازاي بقى، زي ما اتكلمنا ان احنا ازاي نعرف نقص الطفل دوت برده في النهايه بعد ما نركب السي جي بتاعنا، عشان نبدا نطلع الشوت بتاعنا ان هو يكون في انتجريشن ما بين، او في تفاعل ما بين العنصر اللي موجود والحاجه ال 3 دي اللي احنا هنحطها. طيب زي ما اتعودنا بقى خلاص، اول حاجه طبعا بنعملها ان احنا بنحول الفيديو بتاعنا ده لسيكونس. طبعا الحاجات دي احنا عملناها قبل كده كذا مره، فخلوني اجري فيها بقى شويه. لو انت بقى لسه عاوز تعرف الحاجات دي ازاي ممكن تكون بتتعمل، ممكن ترجع تتفرج على الفيديوهات الاولانيه، عشان بس مش عايز ابقى بعيد الكلام كله كل شويه، ونقدر نستغل الوقت في حاجه تكون. طيب اول حاجه الريزوليوشن عندنا هنا المفروض يتظبط 1440 في 1920. الفريم ريت هنا المفروض يبقى 29، هو تمام مظبوط. عندنا هنا الترانسفورم، عايزين نخلي السكيل هنا 1 عشان يبقى مظبوط كده تمام. الكالر سبيس بتاعتنا هنخليها تبقى ستاندرد، هي ستاندرد. هنا اخر حاجه هو موجود تقريبا 200 فريم، فهنخلي الاند بتاعتنا هنا نخليها 200 فريم. اوكي، ممكن تبقى الدنيا تمام. نختار المكان بتاع الاوتبوت بتاعنا، نسميه سيشن 6 PNG. ناخد الباس دوت كده كوبي ونيجي نحطه هنا. هنسيف هنا كل فريم هيبقى اسمه مثلا سيشن 6 فريم، وهيبدا بقى هو يكمل الاسم بتاعه. نقول له اكسبت، كنترول F12 عشان يبدا ان هو يطلع لنا الفايلات بتاعتنا زي ما احنا شايفين. بس كده يبقى خلص، ودي الفريمات بتاعتنا 200 فريم. هنقفل بقى الملف ده خالص او الفايل ده، بلندر جديد. ندخل طبعا على مرحله التراكنج، نشوف هيكون فيها حاجه جديده معانا النهارده ولا لا. اوبن، هنختار المكان اللي احنا حاطينه فيه الفريمات اللي احنا لسه مخرجينها دلوقتي. طبعا اول حاجه لازم اظبط الفريم ريت والريزوليوشن. فهنا كان عندي 1440 في 1920، والفريم ريت بتاعي كان 29 و79 97، والكالر مانجمنت بتاعتي هخليها تبقى ستاند. كده احنا تمام. ممكن نبدا بقى زي ما بنبدا كل مره. اول حاجه هنغير اللوكيشن دي، هنخليها لوكيشن وروتيشن وسكيل. الماتش دي هنخليها بريفيوس فريم. نورماليز. التراكنج هنا هنخلي الكورليشن دي تبقى 0.9 عشان يبقى متاكد بنسبه 90%. عدد الفريمات اللي معايا هنا 200 فريم. نجيب دي هنا شويه كده ماشي. طيب اول حاجه نقول له ديتكت فيتشرز، وممكن نزود شويه مثلا الديستنس دي نخليها 80 عشان يبدا ان هو يختار نقط زياده. وبعد كده نقول له كنترول دي، هيبدا ان هو يعمل تراكنج للنقط دي معانا. لو واخدين بالكم بصوا في نقط على جسم الولد نفسه في العجله، النقط دي احنا لازم نمسحها، لان النقط دي المفروض ان هي بتتحرك. احنا بنعمل تراكنج للشوت نفسه او للكاميرا بتاعت المشهد، مش تراكنج للاوبجكت اللي بيتحرك. فاحنا هنا لازم نشيل البوينتس من على الولد. لو احنا بنعمل العكس قدام شويه هنعمل الموضوع ده، ان احنا بنعمل تراكنج لاوبجكت معين بيتحرك، فيبقى هنشيل الباقي ونخلي بس اللي على. طيب خلاص وصلنا لفريم 200. هنعمل ديتكت فيتشر تاني، وبعد كده ندوس كنترول شيفت تي عشان يعمل تراك باكورد. فبدا يعمل تراكنج باكورد كده زي ما احنا شايفين. يعني اعتقد حركه الكاميرا هنا بسيطه جدا، ما فيهاش اي مشاكل خالص. ممكن نيجي مثلا عند فريم 100 هنا نقول له ديتكت فيتشرز جديده، كنترول تي زياده تاكيد. يعني بصوا واخدين بالكم في كي فريم كده او في تراكر كده عمال يلعب لوحده هنا. نرجع تاني على فريم 100 من غير بقى ما ندوس ديتكت فيتشر، لان احنا هناخد الفيتشرز اللي احنا اخترناها او اللي احنا حطيناها في فريم 100 عملنا تراك فورورد، عايزين نعمل بقى تراك باكورد لورا. كنترول شيفت تي. طيب زي الفل كده خلاص. نبدا بقى ندخل على مرحله السولف. اول حاجه عندنا هنا الكي فريم. طيب عشان كذا حد كان سالني على الموضوع ده، الكي فريم يا جماعه المنطقه بتاعت الكي فريم A والبي دول انت بتديهم لبلندر عشان يعرف ايه هي اكتر حركه كانت موجوده في الكاميرا بتاعتك، فبناء عليه بتدي له الكي فريم الاول من اول فريم كام لحد فريم كام عشان يبدا يعرف البارالكس قد ايه. طب لو انت مش عارفها بتعمل ريفاين وبتختار من هنا كي فريم دي نفسها. يعني انت بتعلم
كده بتقول له انا مش عارفها، انت اعمل لي انت حته الكي فريم دي. بس يعني مع التجربه لقيت ان دي بتاخد وقت شويه، واحيانا بعد ما بتيجي تعيد كل شويه السولف هو بيبدا يكالكوليت الموضوع تاني، فما بتبقاش دقيقه قوي. فدي كل ما عليك اللي هو الا انك تقعد تجرب فيها. هي كل الفكره ان انت بتجري الفريم كده او بتجري المشهد بتاعك كده عشان تبدا تشوف امتى كان في بارالكس عندك جامد. فانا مثلا هنا عندي من اول مثلا اقول من اول فريم 60 لحد فريم 150 شايف ان في حركه الى حد ما اجربها، فهكتب هنا مثلا 60 150 من اول 60 ل 250، وعايزه يعمل لي ريفاين للفوكال لينس والاوبتيكال والراديال ديستورشن، وهدوس سولف ونجرب مع بعض. طبعا هو ممكن ياخد وقت شويه معاك بس ده طبعا عشان التراكرز بتاعتنا حاطين تراكرز كتير جدا في المشهد، فممكن ياخد وقت شويه. طيب اول حاجه السولف ايرور بتاعي طلع 12، ده رقم زي ما اتفقنا كبير جدا، فهاجي هنا من على الكلين تراكرز. طيب خليني ابعد كده شويه عشان تشوفوا. طيب برضو من ضمن الحاجات اللي اتسالت عليها كذا مره هي فكره الريبروجكشن ايرور دي، او ان انا لما باجي امسح التراكرز اللي فيها مشاكل كتير اختار انهي نسبه. يعني في سيستم كده او في حركه انا بعملها بصراحه بتريحني على طول. انا مثلا هنا كده السولف بتاعي كام 12، فانا ببدا اعلي هنا الرقم دوت لحد ما اوصل ل 12 واشوف التراكرز بتاعتي قد ايه. لو لقيته معدي او مختار تراكرز كتير قوي هيمسح تراكرز كتير قوي في المشهد، فلا ببدا ازود تاني لحد ما اوصل لكده مثلا، وبعد كده بعمل ديليت، وبعد كده بقول له سولف تاني بقيت 11. يعني في تراكرز كتير كان فيها مشاكل. طيب نبدا نزود تاني كده لحد ما نوصل لل 11 دي، ونبدا ان احنا نمسح نقول له سولف. بص نزل على طول مره واحده لايه ل 92. طب نبدا نعمل كلين تراكر تاني كده مثلا، نمسح الحاجات اللي هي فوق ال 2.2 كده. بس خلي بالك انت ما ينفعش تمسح تراكرز كتير جدا، لانه لو جيت تمسح تراكرز كتير انت محتاج على الاقل في الشوت بتاعك يكون في 8 تراكرز موجودين، سواء تعملهم مانيوال او تعملهم بالطريقه اللي هي اللي يعتبر اوتو شويه كده، يكونوا موجودين عشان يبدا يعرف الحركه بتاعت الكاميرا عامله ازاي. فعندي هنا احنا وصلنا ل 49، ممكن نكمل تاني كده. لو احنا مثلا جينا مسحنا الحاجات اللي ممكن تبقى زياده شويه كده، عملنا سولف تاني للكاميرا بقت 31، يعني يعتبر دي كويسه الى حد ما. ممكن نطمع في واحده كمان مثلا كده، نمسح دول ندوس. احيانا كتير لما بتيجي تعمل السولف وبعد ما تمسح التراكرز بتاعتك بتلاقي الرقم اللي هنا ده زاد بقى رقم مجنون كده، قلب بقى 200 وشويه وبتاع. هنا ساعتها لازم تعمل كنترول زد ترجع، لان انت كده يعتبر مسحت تراكرز كتير قوي، فهو بيحصل له تحس البرنامج بيحصل له عمليه تشنج كده، فما بيفهمش التراكرز اللي انت مسحتها دي مسحتها كتير ليه، فبيدي ايرور كبير. فالمفروض ترجع خطوتين ثلاثه لورا، التراكرز اللي انت مسحتهم دول تبدا ان انت تشوف فين الغلطه اللي انت عملتها. هل انت اخترت تراكرز كتير فبتبدا تقلل في العدد بتاعها، او تزود في الرقم بتاع الريبريجكشن ايرور اللي هنا دوت، بدل ما انت اخترتهم مثلا كلهم كده لا بتبدا تزود شويه، لان انت كل ما بتزود في الرقم ده كل ما بيوصل للايرورز الاعلى من كده. بمعنى ايه؟ يعني انا مثلا لو جيت قلت له امسك لي التراكرز اللي مثلا في 0.9، لو انا جيت مسكت التراكر دوت اللي هو حدده لي ده، وجيت بصيت كده هنا على التراكر، فتحت التراكر دي لو مخفيه عندك بتوصل حرف الان فبتظهر، وجيت بصيت على الافريج ايرور بتاع، بص الافريج ايرور كام 96. فانت لما بتيجي تحدد له من هنا التراكرز وتقول له اختار مثلا الرقم ده، فهو اوتوماتيك راح جاي مختار التراكر دوت، ده كده بيكون فيه مشاكل. فهمتوا؟ بس طيب انا وصلت هنا ل 29 وزي ما اتفقنا ده رقم كويس. هقول له هنا سيت از باك جراوند، يبقى اجي كده شويه اقول له هنا سيت از باك جراوند وسيت اب سين، سيت اب تراكنج سين. بعد كده هبدا اختار الثلاث نقط اللي يكونوا على الارض عشان اقول له ان هم دول الارض بتوعي. فمثلا هاخد دي النقطه دي النقطه دي والنقطه دي، وهقول له دول دي هتبقى الفلور بتاعتي. بصوا يعني في اصلا بص تراكر هنا كده معانا، والتراكر دوت انا ما مسحتوش اللي هو ماسك في العجله نفسها وهي ماشيه يعني، فخلينا نمسحه عشان ما يضيقش الدنيا معانا، ونعمل سولف كاميرا موشن تاني. يعني 29 ما اتأثرتش كتير الحمد لله. طيب هنيجي ندوس هنا سيت از باك جراوند وسيت اب تراكنج سين، وهنعيد تاني معلش الحته بتاعه الارض. هنختار النقطه دي والنقطه دي والنقطه مثلا دي، ونقول له دول هيبقوا الفلور بتاعتي. الاوريجن بتاعتنا بقى هنختار مثلا الاوريجن نخليها تبقى وليكن النقطه ممكن اخليها النقطه اللي في النص دي، اقول له سيت از اوريجن. والمحور بتاع الاكس بتاعي هختار النقطه دي وهقول له سيت اكس اكسس. طبعا هو الكيوب لافف شويه، هنعدله دلوقتي زي ما عدلناه في الفيديوهات اللي قبل كده. طيب خلاص احنا كده خلصنا التراكنج بتاعنا. ممكن نسيف بقى الفايل دوت. هنيجي هنا على البلند فايلز تراكنج ونسميه ده السيشن السادس، فهسميه سيشن 6 تراكنج في 1. اوكي نقول له سيف اس. كده احنا تمام خلصنا التراكنج بتاعنا. نبدا نرجع تاني بقى لللاي اوت. ادي الكاميرا بتاعتنا اهي، وادي المشهد بتاعنا. طيب هندوس على الصفر من الكيبورد. خلينا بقى نشغل هنا السكرين كاست عشان تشوفوا اللي انا بدوس عليه اول باول. ماشي. طيب زي ما اتفقنا في شويه حاجات لازم نظبطها بقى في الاول كده في المشهد بتاعي. اول ما بخلص التراكنج بمسك الكاميرا وبدخل هنا. اول حاجه لازم الناس اللي بتستخدم
فيرجن بلندر اقل من تقريبا 4.2 لازم تتاكد ان انت في الكاميرا بتاعتك هنا لو المشهد بتاعك بالطول، لو المشهد بتاعك متصور بكاميرا موبايل مثلا بالطول، فلازم تتاكد ان السنسور فيت بتاعك هنا دوت يبقى هوريزونتال. لازم تتاكد من الحته دي يعني، لان احيانا بتبقى اوتو فده بيخلي الكيوب بتاعك يبقى بيتزحلق يعني، فلازم تتاكد ان هو يكون هوريزونتال. بعد كده عندي هنا تحت اختار ريندر اندستورت كده، انا بقول له لا ما تعمليش ما تفردش الفريم بتاعي يعني، لا رندره لي اندستورت زي ما هو خالص. وفي الاوباستي بتاعتي دي بعليها بخليها 100% عشان نبقى شايف الدنيا بشكل كويس. وما انساش اهم حاجه هنا ان انا ارجع في الكالر مانجمنت بتاعتي دي اخليها تبقى اي جي اكس، لانه انا كنت شغال بالستاندرد في التراك. خلوني ممكن اكبر شويه بس الريزوليوشن بتاع الشاشه عشان كان كذا حد كان طلب مني الموضوع ده عشان تبقى الدنيا واضحه. طيب ايه تاني بقى المفروض برضو اعمله؟ المفروض امسح الكوليكشن بتاع الباك جراوند والكوليكشن بتاع الفور جراوند، وزي ما اتفقنا عندي هنا بيكون في 2 لايرز لازم امسح واحده منهم لان انا مش محتاجها، واللايت دي كمان انا مش محتاجها. طيب محتاج ايه تاني؟ محتاج الكيوب بتاعي كده هو جوه الارض. لو انا جيت خفيت الارض بتاعتي دي وجيت عملت بلاي هلاقي الكيوب بتاعي بيتزحلق، هو مش ثابت. طيب هو ليه بيتزحلق؟ لان الكيوب بتاعي مش على الارض، الارض بتاعتك اهي اللي هو الجريد دي اللي هي الجراوند دي بتاعتك، فانت لازم تخلي الكيوب بتاعك دوت يبقى لامس سطح الارض. طب عشان اخليه لامس سطح الارض وانا متاكد بعمل ايه؟ بخش على التاب من الكيبورد بدوس جي زد وانا دايس على الكنترول عشان يبدا ان هو يطلع في المحاذاه بتاعه الانكرومنت بتاعتي، عشان يطلع بالمحاذاه بتاعه المقاسات بتاعتي، فهيطلع كده هتلاقي خلاص هو بص لامس سطح الارض بتاعي. نرجع تاني زفر من الكيبورد وندوس على التاب. الكيوب بتاعي طبعا في مشكله في النورمالز بتاعته، فممكن احط له موديفاير يبقى ايدج سبليت عشان يبقى تمام كده. انا بقى لو خفيت الجراوند بتاعتي وجيت العب الفيديو هلاقي الفيديو بتاعي بص ثابت وما بيتحركش والدنيا بتاعته جميله ومظبوطه وزي الفل، فخلوا بالكم من النقطه دي. طيب ايه بعد كده تاني؟ المشهد بتاعي بصوا هو ملوح كده، او الكاميرا بتاعتي ملوحه كده، انا عايز اخلي الخطوط بتاعتي تبقى مستقيمه عشان لما اجي احط حاجه ما اتعبش في الدورانات بتاعتها. فهعمل ايه؟ هحط هنا شيفت ايه وهنزل امتي، والامتي دوت نقسم بس الشاشه دي من هنا كده، الامتي طبعا نازل في النص هنا، فهدوس اول حاجه على الامتي وبعد كده ادوس شيفت على الكاميرا كنترول سي كنترول سي. طبعا القائمه بتاعتي ما ظهرتش من هنا، لازم اجي من هنا من اديت بريفرنسز، فهاجي هنا كده على الجيت اكستنشن وهكتب من هنا كوبي، والمفروض ان انا يظهر لي هنا كده اللي هو كوبي اتريبيوت منيو، دي اعمل لها انستول عشان دي اللي بتقدر ان انت بتاخد كوبي من اي اتريبيوت من اوبجكت للتاني. وهاجي هنا هدوس سيف بريفرنسز، امسك بقى الامتي بتاعي وبعد كده امسك الكاميرا وادوس كنترول سي، هيبدا بقى كده يطلع لي اتريبيوتس. انا هنا عايز اخد كوبي للوكيشن عشان اخلي الامتي بتاعي في نفس المكان بتاع الكاميرا، وبعد كده كوبي للروتيشن. طيب خلاص كده انا عملت كوبي، بقى المكان بقى الامتي بتاعي في نفس المكان بتاع الكاميرا بالظبط. ودي الطريقه اللي انت بتعملها لو انت عاوز تخلي اي اوبجكت واخد نفس المكان والروتيشن والسكيل واللوكيشن بتاع اي اوبجكت تاني. انت بتعلم على الاثنين اللي انت محتاج ان هو يتاخد المكان بتاعه بتخليه هو الهايلايت لونه اصفر، وبعد كده تدوس كنترول سي وتختار الحاجه اللي انت محتاجها. طيب بعد كده بنبدا نعمل ايه بقى؟ هنمسك الكاميرا الاول وبعد كده هنمسك الامتي نخليه هو الهايلايت في الاخر، ندوس من الكيبورد كنترول بي فور بن ونختار سيت بيرنت تو اوبجكت. الكاميرا بقت تشايلد للامتي او الامتي هو اللي بقى بيرنت للكاميرا، بقى هو المتحكم فيها. فابدا بقى بمنتهى السهوله ان انا اعمل ايه؟ ادوس ار زد ان انا الف الامتي بتاعي ده كده شويه كده. بصوا انا بلف الكاميرا بالامتي بس انا مش مأثر على حركه الكاميرا بتاعتي في اي حاجه، فمثلا كده الخطوط ممكن تكون مستقيمه شويه. ممكن اجي بقى ادوس جي اكس بحيث ان انا اخليها تبقى الايند على المحور بتاعي كده مثلا، وليكن بالشكل ده. فلو كده برضو نتاكد ان الحركه بتاعتنا تمام، هتلاقي كل حاجه زي الفل، الكيوب ما بيتحركش، الكاميرا مظبوطه، كله تمام التمام. اوكي طيب تعالى نسيب الفايل ده اللي شغالين كده، نسميه سيشن 6 V01 عشان لو حصل اي كراش او حاجه يبقى الدنيا معانا مظبوط. طيب بعد كده عندنا ايه تاني؟ نبدا ندخل في المرحله اللي بعد كده، الا وهي ان احنا هنظبط اللايت بتاع المشهد بتاعي. هبدا اجي بقى اظبط الريندر انجن بتاعي ده، هخليه يبقى سايكلز، اختار الجي بي يو واختار من هنا اكسبيرمنتال. طيب برضو بالنسبه للحاجات اللي كانت برضو بتسالي كتير ان احيانا بيبقى وقت الريندر عندك كتير، فبتدوس على هنا لازم تدخل هنا ايديت بريفرنسز، لازم تتاكد ان انت هنا في السيستم مفعل الاوبتكس مش مخليها نون، لان احيانا اول ما تسطب برنامج بيبقى هنا نون، لا احنا محتاجين اوبتكس، وبتعلم على كارت الشاشه وبتشيل البروسيسور. ده بالنسبه للناس طبعا اللي بتستخدم اجهزه بي سي او لابتوب بي سي يعني مش ماك. خلاص وبعد كده بتدوس من هنا كده سيف از بريفرنس لان الحركه دي مهمه جدا. بعد كده ممكن نيجي ندوس هنا بقى على الريندر بتاعي، فزي ما انتم شايفين كده الدنيا بايظه خالص. محتاجين هنا ان احنا من الفيلم نفعل خاصيه الترانسبيرنت عشان تبقى الدنيا فيها شفافيه كده. حاجه كمان برضو الموشن بلور احيانا بيبقى الديفولت بتاعه بيتعمل ان هو 1، فيفضل ان احنا نخليها 0.5، دي برضو مهمه. وزي ما اتفقنا احنا الكالر مانجمنت بتاعتنا AGX. هنبدا بقى نحط محتاجين HDRI ليها علاقه قريبه من المشهد اللي احنا شايفينه دلوقتي كده. احنا زي ما احنا شايفين كده، احنا بالنسبه لنا هنا الشوت هتلاقي فيه الاضاءه بتاعتي هرشه
شويه، فانا محتاج ادور على HDRI تكون الاضاءه فيها مش ناعمه، تبقى اضاءه هارش، اضاءه شمس. فتعال نبص عليها سوا كده. هنفتح HDRI 7 الويب سايت الجميل بتاعنا، ونيجي هنا نبدا بقى ندور على الحاجات اللي فيها اضاءات هارش شويه عشان نجربها ونشوف ايه اللي هيكون مظبوط معانا. فانا شايف مثلا انه دي ممكن تبقى مناسبه معايا، فهعمل لها داونلود، واول ما بتنزل هناخدها ونحطها في الفولدر بتاع الاسيتس بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. هنا هنبدا بقى نقسم الشاشه بتاعتنا من هنا نصين، ونيجي عند الشيدر اديتور نختار الورلد، ندوس على حرف الان عشان نخفي القائمه دي، مش محتاجينها خالص دلوقتي. هنيجي من هنا ندوس شيفت ايه ونختار انفايرمنت بيكتشر مش ايمج بيكتشر، لان برضو دي كان في ناس بتغلط فيها. انت هنا بتختار انفايرمنت بيكتشر في الورلد مش ايمج بيكتشر. ايمج بيكتشر بنحط بيها التكتشرز اللي هي الصور، هنا بنحط بالانفايرمنت بيكتشر. اوكي، فهنختار من هنا انفايرمنت بيكتشر وندوس اوبن، نختار المكان اللي احنا حاطين فيه اتش دي ار اي اللي احنا لسه منزلينها في الاسيت من هنا، وهنوصل دي بدي، ندوس كنترول تي عشان نفعل المابنج بتاعنا نقدر نتحكم فيها. طبعا نظهر بقى الارض بتاعتنا اللي هي هتبقى المفروض ان هي معموله هنا اوتوماتيك شادو كاتشر. لو فتحنا الفيزابيلتي كده هتلاقيها على طول اوتوماتيك هي معموله شادو كاتشر. اوكي، طيب عايزين بقى نظبط اتجاه الشادو بتاعنا او اتجاه الاضاءه بتاعنا على نفس اتجاه الاضاءه اللي موجود في الشوت الاساسي. فانا عاده بفضل ان انا اعمل ايه؟ اول حاجه ان انا احاكي نفس الشادوهات اللي موجوده في المشهد بتاعي الاول عشان اعرف احط اي حاجه عندي والاقيها واخده الاضاءه بتاعتها مظبوطه. طيب بنعمل ده ازاي يا بدر؟ بنعمل ده عن طريق ان احنا دلوقتي بنبني كونستراكشن كده شبه المشهد اللي احنا فيه بالظبط. بمعنى ايه؟ هنبدا نحط مثلا بلانايه كده، ندوس ار اكس 90 ار زد 90 عشان نخليها واقفه بالشكل ده، وندوس على التاب من الكيبورد جي زد، وندوس على الكنترول عشان تبدا ان هي تطلع معانا على سطح الارض بالشكل ده، وليكن دي هتبقى الحيطه اللي موجوده هنا. طيب عايزين نخليها ماتشنج في التول بتاعها، هندوس اس واي نطولها وليكن مثلا كده، بعد كده اس زد نطولها لحد ما تقريبا تبقى بنفس ارتفاع الحيطه الاساسيه بتاعتي دي. طيب احنا كده عندنا هنا دي المفروض شادو كاتشر، فهبدا بقى ان انا العب بالاضاءه بتاعتي لحد ما تبقى الاتجاه الشادو او الشادو اللي منازل ده نفس الشادو اللي نازل قدامي ده. طيب تعالى نشتغل عشان تفهموني. هبدا ان انا اغير في الزد بتاعتي دي كده. بصوا كده الشادو بصوا بقى عامل ازاي. انا مش عايز اغير في اتجاه الشمس اللي بتلف كده، لا انا عايز اغير في اتجاهها بالشكل ده كده. بصوا الشادو بقى نازل ازاي، بس بقى نازل باتجاهه كده، لا انا عايز اخليه يبقى مايل شويه كده. فهبدا ان انا اغير في الشكل بتاعي ده كده. بصوا كده بقى يعني قربنا شويه اهو، بس الحيطه عندي هنا دي كده مفروده قوي، فاحنا عايزين نخليها تبقى مايله شويه، فهندوس ار زد ونبدا ان احنا نلفها بالشكل ده شويه. الشادو بتاعي رجع لورا قوي، فهبدا ان انا احكيه شويه يبقى وليكن كده ار زد تاني لحد ما يعني تقريبا يبقى بالشكل ده. بصوا كده بقى قريب منه قوي ازاي. فبالتالي اي اوبجكت بقى انا هاجي هحطه هنا دلوقتي هيبقى ياخد نفس التفاعل بتاع الشمس اللي موجوده، لان خلاص انا كده حكيت نفس حركه الجدران اللي منزله الشادو اللي موجود. طيب هدوس شيفت دي على الحيطه دي نخليها برده هي كمان موجوده الناحيه الثانيه هنا بالشكل ده كده. انا عملت بصوا ما يعني حاجه شبه الشارع اللي انا ماشي فيه دلوقتي. طيب عايزين بقى ندي ماتيريال للحاجات دي عشان ما ان هي دلوقتي لونها ابيض قوي، فاي حاجه هتتحط الريفليكشن بتاعها هيبقى لونه ابيض. فتعالى نيجي هنا نرجع تاني على الاوبجكت ونعمل هنا نيو، دوس شيفت ايه نختار برنسبل بي اس دي بتاعتنا، ندوس شيفت ايه ونختار من هنا ايمج سيكونس. هنختار السيكونس بتاع الصور اللي هي الفوتج بتاعتنا، وبعد كده ندوس على حرف الايه. برده من ضمن الحاجات اللي كانت سالت عليها انه في مشكله بتقابل الناس احيانا ان هي لما بتختار السيكونس بيتعرض منها فريم واحد بس. لازم تتاكد ان انت مختار اول فريم يكون الترتيب بتاعهم كده. لو دوست على النيم والترتيب بتاعك مثلا من 200 وانت نازل مش هيشتغل معاك كويس، لازم تخليه اول فريم بتاعك يبقى رقم واحد. كده تدوس على حرف الايه وندوس امبورت. نيجي هنا هنفعل طبعا الاوتو ريفريش، هنوصل الكلر في الكلر وندوس هنا كنترول تي عشان نحط المابنج بتاعتنا، ومن هنا احنا بنخليها ويندو عشان ياخد نفس اتجاه الزاويه او الشكل اللي الكاميرا شايفاه من هنا. طبعا لو انت الجزء ده بقى مضايقك شويه كده عشان طبعا في ميرور، لان هي هنا معموله ان هي تبقى ريبيت، ممكن تيجي من هنا كده وتخليها تبقى ميرور، فيعني الى حد ما بتحسن شويه. او انا عاده بحب ان انا اعمل ايه، اخلي الجزء بتاعي بس اللي هو في الريندر ده هو اللي باين، فبدوس كنترول بي بيفور بوك وبعلم كده بس على الجزء ده، فكل الاجزاء اللي بره بتختفي والجزء ده بس اللي بيظهر معايا. طيب تعالى نكمل، تعالى نعلي الرفنس بتاعتنا شويه كده وليكن. فواخدين بالكم بصوا ادي الحيطه بتاعتي اهي خدت تكتشر قريب قوي من التكتشر بتاع الايمج الاساسيه. بصوا هو بس واخد سنه لون محمر شويه، ده طبعا بفعل الاتش تي ار اي بس يعني تمام، ده ممكن نبقى نهندله بعد كده. تعالى بقى نسمي الماتيريال بتاعتنا دي من هنا او من هنا، نسميها تبقى بروجكت
عشان نيجي نفعلها على نفس الحيطه اللي هنا دي. ممكن الحيطه دي تكبر شويه كده، ونيجي من هنا نختار بروجكشن برضو عليها، وكمان برضو الارض بتاعتنا هنخليها تبقى واخده نفس الماتيريال بتاعت البروجكت. طيب لحد هنا كل ده يعتبر ما فيهوش اي مشاكل خالص. هنبدا بقى ندخل على الشغل بتاع النهارده اللي احنا عايزين نتكلم عنه، الا وهو البارتيكل سيستم. البارتيكل سيستم دي حاجه موجوده في بلندر، حاجه بيلت ان. هي كل وظيفتها ايه؟ هي كل وظيفتها ان هي بتبقى حاجه بتشع حاجات ثانيه. بمعنى ايه؟ تعالى نسيب الاول الفايل ده، وتعالى نفتح فايل جديد نشرح فيه الموضوع على بساطه. لو انا جيت مثلا قلت ادي الكيوب بتاعي اهوت، وجيت عند البارتيكل سيستم اللي هي بتبقى من هنا، ودوست عليها وعملت نيو، حطيت واحده جديده، فادي هيبقى بالمنظر ده بتاعي. لو دوست بلاي من الكيبورد، دوست على صغرت شويه كده عشان بس شايفينها، لو دوست بلاي من الكيبورد هتلاقي الكيوب ده بدا ان هو يشع حاجات، بيطلع حاجات. طيب الحاجات اللي بتطلع منه الكور دي هي عباره عن ايه؟ دي اسمها بارتيكلز يعني حبيبات مثلا، خلينا نسميها حبيبات، اللي هي نقط كده هي اللي بتطلع منه. احنا كل اللي احنا بنستخدمه ايه هنا في بلندر؟ ان احنا بنخلي النقط دي تبقى حاجات احنا عايزينها، تبقى بلالين، تبقى فشار زي ما هنعمل دلوقتي، تبقى ورق شجر، تبقى اي حاجه في الدنيا، تبقى كيوبس بتنط، اي حاجه، حروف، اي حاجه تخطر على بالك ممكن تعملها في الموضوع بتاع البارتيكلز ده. طيب هو ليه شويه قيود او ليميتيشن، وفي مميزات كتير قوي. مميزاته ان انت تقدر زي ما بقول لك، بص انت مطلع كميات كبيره جدا من البارتيكلز اللي انت عايزها، شراره بقى، نار، اي حاجه انت محتاجها هتطلع معاك تمام. والليميتيشن هنبدا نبص عليها شويه كده ونشوف احنا ازاي ممكن نقدر نتفاداها. طيب تعالى نفسر كده البارتيكل سيستم بتاعي دوت بيبقى عباره عن ايه. اول حاجه ادي الاسم بتاعه هنا، اوكي، وبيبقى عندي هنا في حاجه اسمها ايميتر وحاجه اسمها هير. طيب ايه الفرق ما بين الاثنين؟ الاميتر اللي هو انت هنا بيقول لك ان انا هشع حاجات معينه، او ان انا هبعث، جاي من ايميت كده، هبعث او هطلع، هولد حاجات معينه. طيب الهير هو مرتبط اكتر بالحاجات اللي هتبقى موجوده عليه، يعني الاوبجكت بتاعك ده مش بس هيطلع ويزق الحاجات لبره، لا، هنا الهير ان هو بص بيبقى كانه فروه الراس والشعر لازق عليها. طبعا انت ممكن تخلي ده بقى يبقى شعر، يبقى فرو، يبقى حاجات كتير، يبقى بص كل حاجه انت ممكن تخطر على بالك. اوكي، بس احنا النهارده مش هنتكلم عن الهير، احنا النهارده هنتكلم عن الايميت. طيب هنيجي ننزل تحت، بص عندنا قوائم كتير جدا، ما تخضش خالص من الموضوع، احنا هناخد منهم بس اللي احنا محتاجينه نفهمه عشان نبدا نستخدمه بعد كده. طيب النمبرز من اسمها باين ان هو انا محتاج الايميت بتاعي، ان هو او الاميتر بتاعي ده بقى اللي هو الكيوب ده هيبقى اسمه الاميتر، او هو ده المولد، خلاص عشان يبقى الكلام برضو سهل. الاميتر بتاعي دوت يطلع لي هنا 1000 بارتيكل، ده كده التوتال بتاعي. طيب السيد ده اللي هو انت يعني بتعمل تغيير في عشوائيه الرقم اللي موجود، مش في الرقم ده، مش بيقلل في الرقم ده، بس في شكلهم وهم طالعين، يعني بدل ما هم كده لو غيرت في السيد كده كانهم يبقوا مختلفين يعني. اوكي، طيب بعد كده عندي هنا بيقول لك الفريم ستارت، ان هو هيبدا يطلع الحاجات دي من اول فريم كام، يعني من اول فريم 1، هيخلص الحاجات اللي هو بيطلعها دي في فريم كام، في فريم 200. طيب لو جيت قلت له مثلا انا خليهم لي في فريم 50 بس، فلو دوست كده هتلاقيه يبدا يطلع ال1000 بتوعه دول لحد فريم 50 وبعد كده يسكت خالص. طيب دي هنا بنستخدمها في ايه؟ بنستخدمها ان انت ممكن تكون مثلا عندك حاجه انت محتاج تخليها تطلع البارتكلز دي من اول فريم كذا لفريم كذا، بس في مثلا هنا لو جيت خليتها من فريم 1 لفريم 1 هتلاقي بص حط لك ال1000 فريم كله، ال1000 بارتكل كلهم موجودين كده، بص راح منزلهم كلهم موقعهم مره واحده. بس لو جيت مثلا خليت تبقى 10 هتلاقي نفس الكلام، بص لحد فريم 10 ويقف على كده، ماشي. انا رجعت دي ل 200 تاني. اللايف تايم، انه هنا اللايف تايم ده اللي هو البارتكل الواحد هيبقى عمره قد ايه، يعني انت لو جيت قلت له ان دوت هيبقى مثلا عمره 20 فريم بس، جيت دوست كده هتلاقي بص لو واخد بالك البارتكلز بتختفي ليه؟ كل بارتكل من دول عنده عمره 20 فريم بس، فلو انت عايز الحاجات دي تبدا تنزل وبعد كده في لحظه معينه تختفي، بتغير في اللايف تايم دي، او بتخليها مثلا 200، فطول ما هو شغال معاك، طول ما هو بينزل او بيطلع بارتكلز هتلاقيه شغال عادي جدا، مفيش اي حاجه بتختفي. طيب بعد كده عندي هنا في حاجه اسمها اللايف راندومنس، ان هو بيعمل عشوائيه في عمر الكيوبس بتاعتي دي عشان ما يبقوش كلهم باينين او كلهم ما بيبانوش. فيعني احيانا برضو بيكون ليها استخداماتها، زي لو انا عاوز اعمل مطره نازله كده، فالمطر دي بغير في اللايف راندومنس بتاعتها بحيث ان يبقى في نقط معينه هي اللي بتنزل على الارض ونقط ثانيه بتختفي وهكذا. طيب هنبدا ندخل على الجزء اللي بعده اللي هو السورس. اول حاجه هنا هتلاقي الاميت، هو بيقول لك من ايه، من فين. فهنا في فيسز وهنا في فوليوم وفيرتكس، يعني انت بتقول له هو احنا بنعرف البرنامج احنا عايزين الاميشن او الانبعاث بتاع البارتكلز دي يجي منين، سواء بقى من الفيسز بتاعته اللي موجوده كلها او من جزء معين بس، فيرتكسز معينه كده هي اللي انا عايزها ان هي تطلع من الفيرتكسز معينه اللي هي الاطراف بتاعت الكيوب بس. بصوا كده الاطراف بتاعت الكيوب بس هي اللي بتنزل الحاجات بتاعتي، او من الفوليوم. اوكي، بعد كده هتلاقي هنا في يوز موديفاير ستاك، يعني ان لو انت الكيوب بتاعك دوت فيه موديفايرز فوق بعض، بيحط في اعتباره انه الموديفايرز اللي موجوده دي يبدا ان هو يتفاعل بالترتيب بتاعهم
وهم موجودين. بعد كده عندي هنا في الديستريبيوشن. الديستريبيوشن ده بيقول لك شكل البارتكلز نفسها هتبقى طالعه عامله ازاي. في هنا اول حاجه الجيتر دي، بص هتلاقيه بيطلع من كل الاتجاهات. بعد كده هنا في راندوم، تقريبا راندوم برده شبهها شويه، بتطلع برده في كل الاتجاهات. عندي هنا حاجه برده اللي هي الجريد، ان هو بيطلع لي البارتكلز بتاعتي على هيئه، بص جريد، بيمشي جريد كده واحد واحد كده، يبدا ينزل منهم كانك بتقطع، عارف تقطع بطاطس كده بالشكل يعني. برده يبقى ليها استخداماتها يعني، بس يعني اغلب الاحيان ان احنا بنستخدم الجيتر دي. بعد كده الراندوم اوردر والايفن ديستريبيوشن بيبقى متعلم عليهم. بارتيكل فيسز يعني بتقول له انت محتاج الفيس الواحد يطلع بارتيكلز مثلا قد ايه. بعد كده بقى البارتيكل فيس الجيترنج اماونت، الحاجات دي يعني ما يفضل ما تلعبش فيها، سيبها دلوقتي لان مش استخدام. طيب زيها زي اي حاجه ليها علاقه بالفيزيكس، عندنا هنا في الكاش، عشان خاطر لما تيجي تخلص الحاجه بتاعتك، بدل ما انت ما تدوس كل شويه بلاي من الكيبورد وتلاقي ان الخط الاحمر ده بيتعمل، فانت مثلا دلوقتي عايز تجري قدام شويه وترجع تاني، الحركه دي او الحاجه ديت بتبقى احيانا بنسبه كبيره ما بتبقاش دقيقه. بصوا واخدين بالكم من التقطيع ده، فبيفضل ان انت تيجي هنا تعمل بيك، هو بيروح جاي عامل لك البيكنج بتاعك على طول زي ما احنا شايفين. بعد كده عندنا هنا في بقى الفيلوسيتي اللي هي الترجمه بتاعتها السرعه. اول حاجه النورمال دي، ان هو قد ايه البارتيكل بتاعك دوت هيبقى يطلع لفوق وبعد كده ينزل تحت، يعني اتجاهه هيبقى عامل ازاي، هل هو هيطلع لفوق ولا هينزل لتحت على طول ولا كده. فلو جينا عملنا بلاي كده عشان نشوف، بص هتلاقي البارتيكلز بتاعتك تحس ان هي بتنط نطه الاول كده فوق وبعد كده تنزل لتحت تاني. لو جينا غيرنا دي مثلا خليناها تبقى 10 ونيجي نبص كده هتلاقي، بص ده بيخلي البارتيكلز دلوقتي كده خليتها تنط نطه بعيده عن المكان بتاعها. على نصغر الحجم بتاعه كده نخليه كانه بلانه عشان نشوف الايفكت بتاعنا هيبقى عامل ازاي. تعال نغير النورمال دي، نرجعها مثلا نخليها 2 ونشوف التاثير بتاعنا تبقى نطه بالشكل ده. بعد كده عندنا هنا في التنجنت اللي هي عمليه الانحراف، ان انت لو جيت عملت كده وجيت جربت ان تغيرها شويه هتلاقي البارتيكلز بتاعتي بيحصل لها عمليه انحراف، وكذلك الفيز برضو دي بتاثر عليها. الاوبجكت الاين يعني عاده ما بستخدمهاش كتير، هو بتقول ان انت الاوبجكت بتاعك دوت هيبقى الايند بنسبه قد ايه وهو نازل، سواء على الاكس ولا على الواي ولا على الزد. هنا بقى الاوبجكت فيلوسيتي اللي هو سرعه الاوبجكت نفسه، هل انت عايزها تبقى سريعه شويه ولا تبقى بطيئه. ممكن برضو تغير هنا من الراندومنس بتاعتها، فبيبدا ان هو يدي لك الشكل اللي هو العشوائي ده زي ما احنا شايفين. بعد كده عندك هنا تحت هتلاقي في القائمه اللي بعدها اللي هي الروتيشن، عمليه الدورانات بقى نفسها بتاعه الحاجات اللي هي بتطلع اللي هي البارتكلز دي. تعالى نعمل بس حاجه صغيره كده عشان نشوف الفرق. تعالى ننزل مثلا من هنا كون مثلا، خليه هنا، وهنيجي من هنا على البارتكلز سيستم بتاعي، نختار الريندر خليه اوبجكت ونقول له طلع لنا الكون ده عشان بس نبدا نشوف الدنيا معانا بشكل كويس. اوكي طيب لو جينا دوسنا كده هتلاقي بص الكونز كلها او القراطيس بتاعتي دي كلها نازله شكلها طبيعي جدا او شكلها مستقيم قوي. فاحنا ممكن نيجي هنا بقى من الروتيشن دي، هنقول له ان احنا عايزين لا في الروتيشن دي غير لنا في الراندومنس بتاعتنا، فلما تبدا ان هي تنزل تلاقي فيها عشوائيه نازله كده، تلاقي شكلها طبيعي يعني شويه، مش عايزينها كلها تنزل بنفس الاتجاه. الفيز نفس الكلام والراندومنس فيز. بعد كده عندنا هنا في هتلاقي اوبجكت اسمه او في حاجه اسمها الدايناميك دي هنبقى هنوصل لها في وقتها، بتخلي البارتكلز اللي نازله ديت يحصل لها عمليه تحريك او عمليه حركه لما بتخبط في اي كوليجن او اي حاجه موجوده. اوكي طيب بعد كده عندنا هنا بقى في الفيزيكس بتاعتنا، بتقول له النوع نفسه بتاع البارتكلز اللي نازله ديت هو ايه. في اول تايب معايا كده هتلاقي اسمه نيوتونيون، اعتقد ان هي يعني ليها علاقه بنيوتن تقريبا او ما اعرفش عشان ما بقاش بفتي. او هنا هتلاقي في اللي هي الكيد او البويزد او الفلويد، كل واحد من دول بيكون ليه خصائص معينه، ممكن تجرب بقى فيهم وتشوف دوت بيعمل ايه وده بيعمل ايه وده شكله بيبقى عامل ازاي وده الايفكت بتاعه بيبقى عامل ازاي. يعني بص دوت مثلا كده بتحس ان هو بيخلي لك الحاجه تبقى طايره في الهواء كده من غير اي جرافيتي او من غير اي حاجه، بتستخدم في البلالين شويه. الفلويد دي اللي هي بتبقى مستخدمه اكتر في حته الميه لو انت بتعمل ايميتنج لميه يعني او كده، بس يعني اغلب الاحيان بنستخدم النيوتونيون دي عشان بتخليها يبقى فيها يعني انسيابيه كده وهي نازله شكل طبيعي. الماس طبعا اللي هي الكتله بتاعت الحاجه اللي نازله دي بتخليها، بتشوف على حسب انت محتاج تخليها ايه، 1 او 10 او 0 او 0.1 او كده. بعد كده عندنا بقى في حاجه اسمها الفورسز دي اللي هي القوه المؤثره على البارتكلز اللي نازله دي. بمعنى ايه؟ لو احنا جينا هنا دوسنا بلاي كده، لو جينا دوسنا بلاي هتلاقي بص نازله بشكل طبيعي قوي هنا. لو جينا احنا غيرنا في مثلا حاجه زي الدامبنج بتاعنا دي خليناها كده، بص هتلاقي بيبدا ان هو يحصل ايه، هدوء قوي في النزول، بتبدا تحس ان هي بطأت كده. لو جينا مثلا علينا الدراج دي شويه كده هتلاقي تحس ان هي بتتشد كلها لتحت. فانا نصيحتي ان انت تعمل ايه بقى، تبدا ان انت تعلي في حاجه من دول كده وتبدا تشوف التاثير بتاعها عامل ازاي عشان لما تيجي تستخدمها تبقى انت عارف هي بتعمل ايه. ماشي. بعد كده عندي هنا في حاجه اسمها الديفليكشن دي فيها حاجه مهمه قوي، الا وهي
شويه اللي هي داي اون هيت، اللي هو ايه، ان اول ما البارتيكل دوت يلمس حاجه معينه يختفي او يموت. يعني احنا لو جينا هنا حطينا مثلا البلانيه دي حطيناها تحت كده وقلنا له ان البلانيه دي كوليجن، عشان نخلي البارتيكلز بتاعتنا تخبط فيها او تاثر فيها لازم يبقى مفعلين الكوليجن من الفيزيكس من هنا نخليها تبقى كوليجن. فلو جينا مثلا دوسنا هنا ومسكنا البارتيكل سيستم بتاعنا دوت ودوسنا بلاي، بص وقلنا له الكوليجن بتاعنا، تعالى نسمي ده يبقى متر عشان بس تبقى الدنيا واضحه، ودي تبقى اسمها كوليجن. اوكي، ومسكنا من هنا كده نزلنا تحت عند الكوليجن دي اخترنا له دي ان هي دي تبقى الكوليجن بتاعتي. بصوا ايه اللي هيحصل معايا كده، مفيش اي تاثير بيحصل خالص. لو انا جيت دوست هنا بقى داي اون هيت ودوست كده بلاي، بص ايه اللي هيحصل اول ما البارتيكلز دي او الكيوبس الكونز دي تلمس الارض دي بتختفي على طول. اوكي، فدي برده ممكن تكون بنستخدمها في حاجات ليها علاقه مثلا بالمطر، ان انا لو عايز المطر بتاعي اول ما يلمس الارض يبدا خلاص ان هو يختفي وهكذا. بعد كده عندي هنا حاجه اسمها الانتجريشن اللي هو الاندماج، ودي بتبقى مسؤوله عن انه ازاي الحاجات دي بتندمج او ان هي بتتفاعل مع بعضها وبتتفاعل مع الارض اللي تحت. خلينا برده نبقى نشوفها كده مع بعض واحنا شغالين مش دلوقتي. بعد كده بقى عندي حاجه مهمه قوي هنا الا وهي اسمها الريندر. طيب الريندر دوت اول حاجه انت عندك هتلاقيها معموله كده اللي هي بتنزل الحاجات التخيليه للبارتيكلز دي بتاعتي. فانا هنا كده هي هتبقى ريندر از يعني حاجه تخيليه. انا عايز اخليها بقى ايه اللي هو الاوبجكت بتاعي اللي هو عندي هنا الكون. فهختار من هنا بدل ما هي كده هختار ان هي تبقى اوبجكت، ومن هنا هختار له هقول له ايه هو الحاجه بتاعتي اللي انا عايزها ترندر اللي هو هنا الاوبجكت. طيب لو انا دلوقتي مثلا عندي كذا حاجه، يعني مثلا بعمل اميت او بعمل انبعاث لورق شجر وليكن، وعايز ورق الشجر ده عندي كتير فمش ما عنديش ورقه واحده، عندي كذا ورقه شجر. فهعمل ايه؟ هعمل حاجه اول حاجه هنا ان انا هعمل كوليكشن، وجوه الكوليكشن دوت هبدا احط بقى مثلا وليكن ادي هحط كيوب كمان وليكن هيبقى هنا، وهبدا كمان احط تورس مثلا، وهبدا احط ايكوسفير وليكن كده خلاص، واقول له دول هجيبهم على جنب هنا كده نخليهم هنا. طيب تعالى بقى نمسك الاميتر بتاعتنا دي تاني ونرجع باك خالص. بدل ما انا هخليها بقى هنا ريندر از اوبجكت، لا هخليها هنا ريندر از كوليكشن. يعني ان انا لما تيجي تطلع لي الاميتنج بتاعي دوت ما تطلعهاش اوبجكت واحد، طلعها من الكوليكشن دوت. طيب هتختار من هنا بقى يقول لك ايه هو الكوليكشن اللي انت عايز تختاره، فهتختار من هنا الكوليكشن بتاعنا اللي هو كوليكشن 2. وتعالى نشوف كده بقى ايه اللي هيحصل. بص ايه اللي حصل معايا، ده بيطلع معاك بقى كل الاشكال اللي انت حطيتها في الكوليكشن ده. طيب تبدا بقى ممكن تعرف تغير هنا الحجم بتاع البارتيكلز اللي طالعه دي. لو انت مثلا عايز تصغرها شويه وليكن كده خليها صغيره خالص او تخليها كبيره براحتك خالص. في هنا برده سكيل راندومنس ان هو يطلع حاجات كبيره وحاجات صغيره. اوكي، بعد كده عندي هنا خيار حلو قوي اللي هو شو ايميت، كده هو بيظهر الحاجه اللي بتطلع الايميتنج بتاعي ده اللي هي هنا كده البلانيه اللي فوق دي. لو انت هنا خفيتها هتلاقيهم بص الحاجات دي بتبدا ان هي تحس ان هي بتظهر من العدم كده شويه. دي في الريندر يعني ما بتبانش، بتلاقي الايميتر دوت مخفي، الحاجات دي كانها بتنزل من العدم كده. اوكي، بعد كده هنا في الكوليكشن دوت هنا بيقول لك ان انت لو عاوز كل الحاجات اللي في الكوليكشن كده اللي هو الكوليكشن يبدا ينزل منه الاميتر بتاعي بالشكل ده، او هو اوريدي بقى يعني بيك راندوملي ان هو انت تختار بمزاجك بقى ايه يعني بيعمل راندوم كده في الحاجات اللي بتنزل. الاوبجكت روتيشن والاوبجكت سكيل يبدا ان هو بيحافظ على الروتيشن او السكيل في عمليه الدبليكيشن او عمليه التكراريه بتاعه الحاجات اللي هو بيطلعها. يعني بص كده الحاجات دي هتبدا ان هي تبقى كبيره قوي. هنا انت بتقول له حافظ على الاوبجكت سكيل بتاعي ان هو يبدا ان هو يكون صغير. لو انت عايز بقى تبقى الحاجه بتاعتك دقيقه قوي يعني بتيجي هنا كده على يوز كاونت دي، وبتيجي تختار من هنا بقى بتشوف انت عايز من كل واحد ده يبقى كام. ده كل الحاجات اللي جوه الكوليكشن اهو. انا مثلا لو عاوز من الكون دوت يظهر 5، وعاوز من الايكوسفير دي يظهر 10، والتورس دي يظهر مثلا 50، والكيوب ده يظهر معايا 100. فهتلاقي اكتر حاجه بص بتظهر معاك هتبقى الكيوب، والحاجات الباقيه هتلاقيها هتبقى خفيفه قوي معاك يعني. ده لو انت عاوز تتحكم في الاعداد بتاعتك بالظبط يعني. بعد كده عندي هنا بقى حاجه اسمها الفيو بورت ديسبلاي، ان هو الحاجه بتاعتك دي هتظهر ازاي في الفيو بورت. احيانا بتبقى شكلها كبير جدا او بتبقى تقيله بتقل الجهاز بتاعي. فانا مثلا هتقول له هنا بدل ما هي ديسبلاي از ريندرد يعني اللي انت هتشوفه هنا هو بالظبط اللي هيطلع في الريندر، او بتيجي من هنا كده مثلا بتقول له طلعها لي على هيئه بوينتس، فدي بتكون اخف شويه لو انت الاوبجكتس بتاعتك او الحاجات اللي بتعملها بتبقى تقيله. او ممكن بقى بتختار بقى سيركلز او كورس مثلا ان هي بتبقى نازله على هيئه اشكال كده يعني، حاجات عشان خاطر الاجهزه اللي ممكن تكون مش احسن حاجه في الشغل بتسهل عليها الموضوع شويه. انا على طول بخليها ريندرد عشان اشوف الدنيا معايا. اوكي، بعد كده عندي هنا بقى حاجه مهمه قوي اللي هي ايه اسمها تشيلدرن. التشيلدرن دي هي عباره عن شفت كل اللي انت عملته هنا ده، بدل ما انت ما تيجي مثلا فوق كده تتقل الفايل بتاعك وتخليه مثلا هنا دي 1000 انا عايز اخليها مثلا 100000، لا انت ممكن تيجي من هنا كده من التشيلدرن دي هنا كده النون دي بتخليه لك ان هو يبقى العدد اللي انت اخترته بالظبط. السامبل بقى هنا لو دوست عليها هتلاقي هنا بيقول لك بص في الديسبلاي اماونت هيظهر كانه
هيظهر كانهم 10، هيبقوا كانهم مثلا كانك ضربت الرقم اللي انت عملته ده في 10، بس في الريندر هيبقى كانك ضربته في 100. نفس الكلام اللي احنا قلنا من شويه كده على الفيو بورت ديسبلاي، ان هو بيقلل معاك بيسهل معاك الدنيا في الشغل عشان خاطر ما تبقاش الدنيا تقيله قوي. نفس الكلام برده هنا كده في حته التشيلدرن دي، لو انا بعمل دوت مثلا كانه مطر وعايز بس في الفيو بورت بتاعي يبان معايا ابقى عارف ان هنا في شويه مطر، بس في الريندر عايزها تبقى تقيله وكثيفه، فبخلي هنا في الديسبلاي بورت في الديسبلاي اماونت هنا بخليها 10، وفي الريندر اماونت بخليها تبقى 100 كده. لما جيت رندر هتلاقي الرقم اللي انت عامله ده ضرب في 100. برده نفس الكلام ليها هنا الخصائص بتاعتها برده ممكن تبقى تقعد تجرب فيها كده تشوف هي بتعمل ايه. الشيلدر دي حاجه مهمه جدا يعني. بعد كده عندي هنا بقى الفيلد ويتس اللي هي المؤثرات او القوه اللي بتاثر على الحاجات اللي نازله دي. انا مثلا لو جيت غيرت الجرافيتي دي خليتها تبقى كده، فهيبقى نزولهم مش مرتبط قوي بحته الجرافيتي. هتلاقي بص كأن الدنيا فاضيه خالص. لو انت جيت غيرت بقى في اي حاجه من الحاجات اللي هنا دي هتلاقي كل واحده فيهم ليها تاثير معين. بعد كده بقى الفيرتكس جروب زي اي فيرتكس جروب اتكلمنا عليها قبل كده، ان انت بتختار حتت معينه هي اللي فيها الدنسيتي واللينس والكلام ده. التكتشرز دي بصراحه ما استخدمتهاش كتير، الانيميشن برده ما استخدمتهاش، الكاستم بروبرتيز دي ما استخدمتهاش. انا اخر حاجه هنا بستخدمها هي الفيلد ويتس اللي هي القوه اللي بتاثر على البارتكلز اللي موجوده. يعني بصراحه الحاجات اللي تحت دي ما استخدمتهاش خالص قبل كده، وده يعني كده كانه شرح بسيط لفكره البارتكل سيستم. في اي حاجه تقدر ان انت هنا تعمل كذا بارتكل سيستم على نفس الحاجه، يعني براحتك بقى خالص. ممكن كل اوبجكت واحد خليه فيها كذا بارتكل سيستم. هنشوف الكلام ده مع بعض واحنا شغالين ان شاء الله. طيب لو احنا بقى دلوقتي مثلا الاوبجكتس بتاعتنا ديت بتبدا ان هي تتنطط جامد كده، وعايزين ان هي ما تتنططش وعايزينها تثبت على الارض، ده بيكون عائد للكوليجن نفسه اللي موجود معانا ده، اللي هو الارض اللي هي بيخبط عليها. لو جينا مسكناها ودخلنا على الفيزيكس من هنا هتلاقي في الكوليجن دي فيها حاجات للسوفت بادي والكلوس اللي هو للقماش والحاجات السوفت بادي، في حاجات للبارتيكل. احنا هنا عايزين نشتغل على البارتيكل، فهنيجي مثلا من هنا من الدامبنج دي هنعليها شويه وليكن هتبقى كده. بص التاثير اللي هيحصل معايا ايه. جرب تاني من الاول كده. بص هتلاقي بتتخبط البارتيكلز بتاعتك، بتتخبط وتبدا ان هي الى حد ما تقف. لو انت عاوز ان هم يقفوا على طول زود كده، كل ما بتزود في الكميه بتاعتك كل ما تلاقيهم بينزلوا ويبداوا يكونوا ثابتين على الارض. بس طبعا الزحلقه دي بقى بتكون ايه، دي ليها علاقه بالفراكشن. لو عليت الفراكشن دي هتلاقي بص هم نزلوا اول ما بينزلوا على الارض بيبدا ان هم يقفوا على طول. بس لو واخدين بالكم هنا بصوا البارتيكلز بتاعتي هنا بتحس ان هي دخلت في قوه بعض، وده هي دي بقى من ضمن الحاجات اللي بقول لك عليها في البارتيكل سيستم. من ضمن العيوب بتاعتها ان هي الى حد ما بتلاقيها مش بتتفاعل مع بعض بالشكل اللي انت محتاجه، ودي مشكله رخمه قوي. فيعني بيبقى ليها حلول فيها ادونز كده، عملوا لها ادونز يعني ممكن نستخدمها في الموضوع ده. بس عشان ما نعقدش الدنيا دلوقتي خلينا نبقى نشرحها في بروجكت تاني جاي. نفس الكلام برضو. بص انت ممكن تخلي زي ما اتكلمنا من شويه ان الكوليجن بتاعتك دي تقتل البارتيكلز اول ما تلمس فيها بدل ما تعملها من جوه. يعني براحتك بقى، انت بتشوف انت عايز تخليها تبقى عامله ازاي. طيب لو انت تعال نجرب كده مثلا كده. بص لو واخد بالك البارتيكلز بتاعتي نازله هي ثابته قوي، فممكن تبدا تيجي من هنا على الفيلوسيتي اللي هي السرعه بتاعه الاوبجكتس بتاعتك دي، وتبدا ان انت ممكن تزود هنا في الاوبجكت شويه وتغير في الراندومنس بتاعتها. هتلاقي بص بتبقى تحس ان هي بتطرطش كده يعني في كل الاتجاهات. او اللي احنا بقى كنت بكلمكم عليه من شويه الاوبجكت الاوبشن اللي انا كنت بقول لكم عليها هنتكلم عنه من شويه، اللي هو الدايناميك ده بيخليه ان هو بص كل ما بينزل كل ما بيخبط في الارض هتلاقيه بيبقى فيه سنه الدورانات بقى والاتجاهات بتاعته، ان هو مش بس بيخبط وبيقف على الارض. تعال نزود شويه هنا كده في الفراكشن وفي الدامبنج عشان تبدا تشوف الموضوع. بصوا برضو من ضمن المشاكل بتاعه البارتيكل سيستم ان هو مش بيتفاعل مع السطح على طول، مش بيفهم قوي موضوع السطح ده. بتضطر ان انت تعمل له عمليه تويكنج كده، هبقى اوريها لكم كمان شويه واحنا شغالين. بس يعني ده اوفرول كده او بشكل عام فكره البارتيكل سيستم، يعني زي ما بنقول كده نظره عامه عليه، وبنبدا ان احنا ايه الحاجات اللي فيه. هنبدا بقى الحاجات دي تتثبت في دماغنا لما نيجي نطبقها في الشغل بتاعنا واحنا شغالين. اوكي طيب تعالى بقى نرجع للفايل بتاعنا اللي احنا كنا شغالين عليه من شويه ونبدا نكمل. بعد كده هنبدا بقى نيجي نحط البوب كورن بتاعنا. الفايل هتلاقيني انا سايب لكم اللينك بتاع الداونلود بتاعه في الديسكربشن. هنبدا نيجي بقى عشان نحطه من هنا، هندوس فايل ونختار من هنا ابند، تدخل على داونلودز اسيتس، هتلاقي هنا في بوب كورن. هنخش هنا نخش على الكوليكشن، هتلاقي في هنا بوب كورن بوكس، هندوس عليها هتلاقيه نزل لنا البوب كورن زي ما احنا شايفين كده. طيب هنبدا بقى نصغر السكيل بتاعه شويه، وليكن هيبقى كده مثلا. ننزل نحطه بقى في المكان المظبوط بتاعه، وليكن هنخليه يبقى هنا. اعتقد احنا محتاجين نلفه شويه يبقى شكله طبعا البوب كورن اللي عندنا ده كله هنا كتله واحده او قطعه واحده اللي هو ده. طيب احنا عايزين بقى نفرقهم عن بعض شويه، فهنعمل ايه؟ هنبدا مثلا وليكن هناخد الجزء دوت من الفشار، ندوس على التاب من الكيبورد، وعشان نبدا نحددهم لازم نخلي الفيو بورت بتاعي يبقى في الاكس راي الواير فريم مود. ومثلا نبدا
هنبدا ناخد الحبه دول كده، شويه الفشار دول ودول مثلا معاهم. اوكي، لما بحدد وانا في الاكس راي والواير فريم، بص هتلاقيه بيحددهم لك كلهم. اما لو انت حددت مثلا من هنا بس من السوليد ديسبلاي وجيت حددت مثلا كده، هتلاقي حدد لك بص شويه فيرتسيز موجوده والباقيين ما تحددوش. اوكي، فدي الطريقه اللي انت لو عايز تحددهم بيهم كلهم، خش هنا كده بتروح جاي محدد مثلا بالمنظر ده ليكن كده. طيب لو انت شايف مثلا ان في حته من دول كده مش متحدده معاك، فبتدوس من هنا كنترول ال اللي هو بيعمل سيلكت لللينك، الحاجات اللي معموله لينك، ويبقى كده خلاص عامل لهم سيلكت. بعد كده بتدوس على البي من الكيبورد ويعمل سيبريت باي سيلكشن، او بدوس كليك يمين من هنا واختار سيبريت باي سيلكشن، تطلع بقى بره الايديت مود بتاعك. تعال نفعل بس السكرين كاست عشان خاطر اتقفلت. تطلع بره الايديت مود بقى بتاعك وتبدا تبص كده. طيب عندي هنا بقى بس الاول كده في مشكله، انه الحيطان دي مضايقاني، انا مش عارف اشتغل منها بسبب ان هي موجوده بس قافله عليا الدنيا خالص. عشان احل المشكله دي باخد الحيطه دي واجي من هنا من الاوبجكت، انزل تحت هنا عند حاجه اسمها الفيو بورت ديسبلاي، بخليها بدل ما هي تكتشر بخليها تبقى باونس، عشان بس يبقى مدياني شكل كده اعرف ان هنا في حيطه، بس عشان ابقى عارف اتعلم او اتعامل ازاي. ماشي، طيب ابدا امسك البوب كورن اللي هنا دوت مثلا وليكن كده، وخلاص بقى انا مش محتاجه ده خالص، ممكن امسحه ويبقى بس معايا الجزء اللي تحت ده. طيب عايز اخلي بقى كل بوب كورنيه من دول لوحدها، فهدوس على التاب من الكيبورد واحددهم كلهم بحرف الاي، وادوس على حرف البي برضو زي ما عملناها المره اللي فاتت، بس بدل بقى ما بختار سيلكشن بخليها باي لوز بارتس. يعني ايه؟ يعني كل جزء منفصل مع نفسه هو دوت يبقى اوبجكت لوحده. بتدوس كده بتلاقي راح جاي مره واحده عاملهم لك. بص كل بوب كورنيه من دول بقت لوحدها، بس لو واخد بالك بص الاوريجن بتاعتهم كلهم موجوده فين؟ موجوده هنا. فعشان اعالج الحته دي بمسك البوب كورن دي كلها، الحاجات دي كلها، وادوس كليك يمين من هنا سيت اوريجن، مش اوريجن بقى تو جيومتري، طالما انا ماسك كذا عنصر ما بخليهاش تبقى اوريجن تو جيومتري، بخليها هنا تبقى اوريجن تو سنتر اوف ماس فوليوم. فبتلاقي كل اوريجن راح للاوبجكت بتاعه بالشكل ده. بعد كده عايز بقى اخرجهم بره البيرنت اللي هو فيه، لان هم هنا هم كلهم بيرنت للامتي اللي هنا ده، فبدوس على الالت بي فور بن وادوس اختار كلير اند كيب ترانسفورميشن، فطلعهم لي كلهم بره خالص كده. تعال نحطهم بقى في كوليكشن، دوس حرف الام ونسمي ده مثلا بوب كورن مثلا وليكن يبقى بالاسم ده، وده البوكس بتاعي. ممكن برضو اطلعه بره الامتي، دوس الت بي اطلعه بره الامتي خالص بقى، خلاص يبقى ده البوب كورن بتاعي اهو. ندوس كليك يمين سيت اوريجن وخليه اوريجن تو جيومتري عشان الاوريجن بتاعتي تيجي في النص بالظبط، لان احيانا كتير مشاكل بتحصل بسبب موضوع ان الاوريجن مش موجود في النص. عايزين بقى نبدا نعمل زي ما كنا بنتكلم بقى على فكره البارتيكل سيستم اللي احنا كنا فيها من شويه. فعايزين نحط ايه مثلا؟ ممكن نيجي من هنا نختار سيركل دي نصغرها. تعال نبص من فوق كده برقم 7، نخلي السيركل بتاعتنا دي تبقى هنا مثلا. تعال نطلعها فوق شويه وليكن هتبقى هنا كده. ماشي، بس طبعا دي لسه سيركل كيرف بس. فهدوس على التاب عشان اخش على الايديت مود وادوس على الفيسز واختار كل اللي موجود دوت وادوس حرف الاف من الكيبورد عشان يقفلها لي، خليها لي تبقى دايره مصمطه بالشكل ده. وده هنسميها تبقى متر. تعال بقى ننظم المشهد بتاعنا عشان تبقى الدنيا نظيفه معانا. يبقى ده البوب كورن بوكس بتاعنا، ودي البوب كورن اللي هي الفشار. الكيوب ده اللي هو الكيوب الاساسي بتاعنا مش محتاجينه دلوقتي، ممكن نمسحه. الامتي بالكاميرا ممكن نحددهم كلهم كده وندوس على ام من الكيبورد نسميهم كاميرا. بعد كده عندي هنا ده الاميتر خلاص اوكي. دي الجراوند اللي هي الارض. البلانه دي اللي هي دي الحيطه ممكن نسميها وول ليفت، وده يبقى وول رايت. تعال نحط الاثنين دول مع بعض كده في كوليكشن نسميهم وولز. الدنيا لما تبقى نظيفه كده تبقى احسن بكتير يعني. عندي بعد كده ايه بقى تاني؟ هبدا بقى امسك السيركل بتاعتي دي، وهنيجي هنا بقى من على البارتيكلز ونختار ان احنا نحط لها بارتيكل سيستم جديد ونسمي دوت يبقى اسمه بوب كورن بارتيكلز. اوكي طيب اول حاجه احنا زي ما اتفقنا بقى عايزينه يبقى اميت، مش عايزينه شعر او هير او يعني حاجه تبقى لازقه في الارض، لا احنا عايزينها تبقى بتنبعث. عايزين مثلا النمبر بتاعنا هيبقى 1000، الفريم ستارت هيبدا ان هو يطلع معانا نقول من فريم 1 لحد فريم 200، اللايف تايم بتاعنا يبقى عمر كل بارتيكل يبقى كبير يبقى هنخليها 200. بعد كده هنبدا ننزل تحت خالص كده عند الريندر. انا مش عايزه يطلع اللي هي الاجزاء اللي هو بيعملها دي، انا عايزه يطلعها لي تبقى قطع الفشار اللي انا بختارها. فهختار من هنا كوليكشن، ومن الكوليكشن دوت هختار البوب كورن اللي هي قطع الفشار بقى بتاعتي دي. ممكن اختار قطع الفشار دي كلها كده واخليهم يبقوا مثلا على جنب خالص عشان ما يبانوش معايا هنا، اليوم مثلا يبقوا هنا كده. تعالى ندوس بلاي من الكيبورد كده ونشوف. بصوا تلاقيه بيطلع معايا فشار بس هو صغير قوي، فهحتاج ان انا اظبط السكيل بتاعه. السكيل بيتظبط زي ما اتفقنا من هنا، بنيجي عند السكيل دي نخليها 1 عشان يخلي لي قطع الفشار بالحجم الطبيعي بتاعها. فهتلاقيه بص بدا ان هو يشتغل بالشكل ده، بس طبعا كلهم بيقعوا تحت. ليه؟ لان انا ما قلتلوش ايه هو اللي معايا كوليجن عشان يخلي الحاجات دي ما تقعش. فهبدا بقى اخدهم كده واحده واحده. انا عندي هنا كده في البوكس بتاعي الاساسي دوت، ده المفروض يبقى
تبقى كوليجن، فاختار منها من الفيزيكس، معرفش هو ايه اللي مخليه ريجيد بادي باسيف كده، بس تمام ممكن نلغيها ونختار الكوليجن من هنا. والارض بتاعتي كمان هخليها تبقى كوليجن بالشكل ده. تعال نرجع ورا خالص كده ونبدا ندوس بلاي ونشوف ايه اللي بيحصل معانا. هتلاقي بص الفشار بتاعي كله تحس ان هو محبوس جوه القرطاس بتاعي دوت. طيب انا عايز بقى الحاجات دي تبدا ان هي تكون بتطلع لبره كده، فمثلا ممكن اطلع ده بره فوق شويه كده. تعالى نجرب كده، هتلاقيها بص بتنزل تحت. فاحنا اول حاجه عايزين نزود في النورمالز بتاعتنا دي، مثلا ممكن نخليها 2.5 ونشوف كده. بص بدات ان هي تطلع لفوق اكتر، ممكن نخليها تبقى 3 مثلا كده، بدات تبقى فوق اكتر. يعني لو تعالى نخلينا احسن على السوليد فيو، الدنيا باينه معانا اكتر عشان خاطر التحميل ده. اوكي طيب بعد كده ممكن نزود ايه تاني بقى معانا؟ ممكن نزود في الاوبجكت فيلوسيتي، نخليها كده مثلا، ونزود الراندوم بتاعها عشان تبقى كده. بس كده بقت بص شديده قوي معايا. فتعالى نقلل النورمال دي شويه. فبصوا البارتكلز بتروح بشكل جنوني قوي. فممكن نيجي من هنا كده من على الفيزيكس، من على الفورسز زي ما اتفقنا. الدراج دي والدامبنج هم مسؤولين عن ان هم بيبطئوا حركتها شويه او بيحجموها شويه. ممكن نخلي مثلا الدراج دي تبقى كده ونشوف كده. بص بقت اهدى شويه. ممكن برضو نقلل شويه او نزود شويه في الدامبنج، نخليها 0.1. فيعني الى حد ما تحس ان هي شكلها كده بقى طبيعي اكتر شويه. بس طبعا هنا هم كلهم بينزلوا وبيبداوا ان هم يتنططوا بالشكل ده. فممكن نمسك الارض اللي هي الكوليجن بتاعتنا، وهنيجي من هنا من الفراكشن، هنزود في الفراكشن شويه كده، ونزود في الدامبنج برضو شويه. وتعالى نرجع ورا خالص ونشوف. هو البارتيكل سيستم بقى مبني على فكره ان انت بتقعد تجرب وتشوف ايه اللي بيحصل معاك. فتعالى نشوف بقى كده الحركه بتاعت البوب كورنز بتاعتنا. تعالى نراجع عليهم تاني كده. النورمال بتاعتنا هنا كده قليله، ممكن نزود شويه في الاوبجكت فيلوسيتي في هنا، وفي الراندومنس برضو نعليها شويه، وليكن مثلا كده عشان يبقى فيه عشوائيه شويه. ان الفشار لما بيجي يطلع بتلاقي فيه عشوائيه كده. تمام احنا كده زي الفل. بس انا مش عاجبني بس فكره انه الفشار طالع، شرايه واحده طالعه تحس ان هي طالعه ما بتلفش، مفيش دورانات فيها، مفيش تاثير بيحصل فيها. عشان نعالج بقى الموضوع دوت هنعمل ايه؟ هندخل هنا على الروتيشن، نعلم كده على الروتيشن وندخل هنا. هنسيب الفيلوسيتي هير زي ما هي، ونسيب كل حاجه زي ما هي. كل الفكره بس هنا ان احنا نعلم على الدايناميك دي، ونبدا نشوف كده ايه اللي هيحصل معانا. بص الفشار طالع، وهو طالع بيبدا ان هو يعمل عمليه اللفه بتاعته دي. بس بص اول ما بينزل كده في بجايه كده او مشكله، تحس ان هو اول ما بينزل بيتحرك كده شويه. عشان تعالج المشكله دي بتيجي هنا كده على الانجلر فيلوسيتي، بتخليها تبقى جلوبال زد. اوكي تعالى بقى نزود شويه كمان بقى في الاماونت كده. الانجلر فيلوسيتي دي هي بتبقى مسؤوله عن السرعه وزاويه السرعه بتاعتي هتبقى عامله ازاي. فانا هختار من هنا كده الجلوبال زد، وهزود في الاماونت بتاعها شويه كده، هخليها مثلا وليكن هتبقى 9. وتعالى نشوف بقى الايفكت بتاعنا هيبقى عامل ازاي. بص الفشار طالع بيلف، وبعد كده بيبدا ان هو يخبط في الارض وبيقع. براحتك بقى انت شوف بقى الكميه اللي انت عاوزها، عاوز تخليها 1000، عاوز تخليها 500، عاوز تخليها يعني الرقم اللي انت عايزه براحتك بقى. خلاص تبدا ان انت خلاص تعمل الشكل بتاعك. طبعا لو هو بيخبط في الحيطه دي او هو بيعدي الحيطه دي معانا هنا، فبنختار الوول ده ونخليه ان هو يبقى كوليجن. نختار الحيطه دي كمان نخليها تبقى كوليجن. وتعالى نشوف بقى كده، فده الايفكت بتاعنا اللي بيطلع. طيب لو واخدين بالكم احنا عندي هنا كده في بجايه بقى صغيره، الا وهي انه البارتيكلز نفسها بتدخل جوه الارض. يعني حتى البارتيكلز المفروض ان هي موجوده جوه الكون نفسه، وجوه القرطاس نفسه. بص هي ظاهره بره كده ازاي. بصوا ده بيبقى هي زي ما قلت لكم دي ليميتيشن كده في حته البارتيكل سيستم. بس هي ليها حلول مش هنعملها النهارده. انا هوريكم طريقه كده بلدي شويه بنحل بيها المشكله اللي زي دي. تعالوا نشوفها مع بعض، وفي الفيديوهات الجايه هوريكم ازاي بقى بنحل الموضوع ده بشكل عملي يعني. بس عشان الدنيا ما تبقاش تقيله علينا النهارده يعني. طبعا احنا كل المشكله بالنسبه لنا هنا انه الفشار نفسه داخل جوه الارض، والفشار هنا خارج بره الكون نفسه. فهنعمل ايه؟ كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنعمل قرطاس يبقى هو ده الكوليجن، مش هيظهر معانا في اي حاجه، هو بس كوليجن عشان يفعل على البارتيكل سيستم. ونفس الكلام على الارض، ان هو الفشار هيخبط فيه، بس هو الارض دي نفسها مش هي الاساسيه بتاعتي. تعالى عشان ما تتوهوش مني، تعالى نعملها سوا. اول حاجه انا عندي البوب كورن ده الاصلي، ده الاوريجينال بتاعي، خلاص معمول عليه كوليجن. لا انا مش هعمل عليه كوليجن، انا هشيله خالص. اوكي وهختار البوب كورن بوكس ده، هاخد منه شيفت دي في مكانه بالظبط، مش هحركه. والبوكس ده هسميه كوليجن. فانا كل اللي انا هعمله هنا ان انا هصغر الكيوب ده او القرطاس ده شويه. فهدوس اس وادوس على الشيفت واصغر شويه صغيره بس كده، ماشي.
وبعد كده هخلي ده يبقى هو الكوليجن بتاعي، وادوس الت ايه على السكيل عشان يبقى كده هو ده الكوليجن بتاعي. تعال نجرب بقى كده مع بعض نشوف هيبقى عامل ازاي. يعني الى حد ما التاثير بدا يخف شويه. طيب تعالى نصغره شويه كمان، وليكن مثلا هيبقى كده. نعمل ابلاي للسكيل، ندوس كده بلاي، نشوف. بصوا واخدين بالكم المشكله اللي كانت كتيره تحت هنا بدات تقل. تعالى نعملها تاني، تعالى نصغر شويه كمان وليكن كده، ندوس بلاي نشوف هل في حاجه هتظهر معانا. يعني اعتقد فيها سنه صغيره كمان، فمثلا كده يعني كده بصوا بقت المشكله يعتبر اتحلت خالص بتاعه البوكس نفسه. اوكي طيب نفس الكلام برضو بقى هنعمله هنا في الارض. هناخد الارض بتاعتنا اللي هي الجراوند دي، هناخد منها شيفت دي نفس المكان بتاعها، مش هنحركها خالص. كل الفكره بس ان احنا هنيجي عند الارض الاصليه دي، هنشيل منها الكوليجن بتاعنا كده، وهنيجي عند الجراوند دي هنسميها دي جراوند كوليجن ماشي، وهنطلع بيها لفوق شويه صغيره وليكن هتبقى كده. اوكي طيب هتيجي تقول لي دلوقتي لو احنا جينا لعبنا ما كده بدل الفشار هيبدا ان هو يطلع وهينزل برضه هيخبط في الارض، هيختفي في الارض. اقول لك بقى احنا هنا كده التريكايه بتاعتنا ان احنا نعمل ايه بقى. هنيجي عند الجراوند اللي هي الكوليجن دي، نخش هنا عند الاوبجكت ونختار من هنا ان هي في الري فيزابيليتي دي ان هي ما تبانش ولا في الكاميرا ولا في الديفيوز ولا في الجلوسي ولا ترانسميشن ولا الفوليوم ولا تعمل شات، فهتلاقي الايفكت بتاعنا بقى بالشكل ده. تعال نرجع ورا باك بقى كده ونلعب ونشوف. حتى احنا كمان برضو هنا كده في الفيو بورت ديسبلاي هنخليها باونس عشان نشوف الدنيا بشكل اهو. لسه الفشار بتاعي بيخبط في الارض، فتعالى نطلع بيها فوق شويه كمان وليكن هنبقى هنا كده مثلا. تعالى نلعب كده ونشوف من هنا. واضح ان احنا عاليين قوي بيها لدرجه بص الفشار بقى طاير فوق. تعالى ننزلها شويه تحت كمان ونلعب ونشوف. تبدا بقى ان انت بص تعدل فيها لحد ما خلاص بقى يعتبر بص الفشار بدا ان هو يلمس الارض. فلو جيت تبص عليه من هنا هتلاقي بص الشادو بتاعه بقى تمام، بقى هو كانه موجود على الارض بالظبط، وهو ده اللي احنا محتاجينه. هي طبعا انا عارف ان هي طريقه زي ما بقول لكم بلدي شويه، بس طالما حققت المطلوب يبقى تمام. في الفيديوهات الجايه هوريكم ازاي تعملوا الكلام دوت في ادون كده او بلجن هنسطبه مع بعض، هيعمل لك بقى الموضوع ده بشكل احسن بكتير يعني. طيب عايزين بقى نظبط نعمل الكاش بتاعنا ونظبط الفريم عشان خاطر نبدا خلاص بقى نطلعه للريندر. فاول حاجه عندي هنا في الحيطان بتاعتي دي، الاول بس نعمل سيف. عندي هنا الحيطان بتاعتي دي، الحيطان دي هخليها ان هي تبقى شادو كاتشر عشان ما تظهرش معايا ولا تدي الوان معايا في الريندر، يبقى مجرد بس شادو كاتشر معايا كده بالشكل ده. لو الاتش دي ار اي تقريبا مخليه الالوان صفر قوي لدرجه انه الفشار واخد تنت اصفر قوي كده، فممكن نيجي من هنا كده على الورلد وما بين الاتش دي ار اي بتاعتي والباك جراوند هنا نحط هيو ساتوريشن. الحته دي كلها بقى خلاص هتبقى يعني تظبيطات بقى في النهايه كده، ونقلل الساتوريشن دي شويه نخليها 0.7 عشان الفشار يرجع شكله ابيض شويه بالشكل ده ماشي. تعالى نشوف بقى لو احنا عندنا كده نشوف شكل الريندر بتاعنا، ده هيبقى شكل الريندر. اوكي تعالى نعمل كاش للبارتيكل سيستم بتاعنا زي ما اتفقنا عشان يثبت بقى على الحركه بتاعته، هنقفل كل الكلام ده ونيجي على الكاش من هنا دي ونعمل بيك كده. احنا خلاص حفظنا الحركه بتاعه البارتيكلز بتاعتي، الفشار اللي هو كان بيطلع لحد هنا. تعالى نتاكد بس ان مفيش حاجه هتيجي على الولد ماشي لحد اخر فريم. يعني يعتبر في حاجات هتخبط فيه شويه. فتعالى نغير بقى في السيد بتاع اللي كنت قلت لكم عليه بقى، السيد بتاع الفشار دوت او البارتيكل سيستم دي من هنا. بلس كمان ان احنا ممكن نعمل حاجه كويسه، ان احنا ممكن ناخد الاميتر دي والبوب كورن والبوب كورن ده ونرجعهم ورا شويه بحيث ان هم لما يطلعوا ويخبطوا ما يوصلوش عند الولد ماشي. وتعالى نعمل بيك من اول وجديد، هنركز بقى في التفاصيل كده. يعني يعتبر هنا اخرنا خلاص اخر حاجه، والمفروض الولد دوت هيبقى فوقيها. الباقي بقى كله هتلاقي تظبيطات ان انت لو عايز تعمل بقى الرصيف دوت بشكل مظبوط عشان لما الشادو ينزل عليه يبقى شكله مظبوط، الفتحات بتاعه الحيطه اللي هنا، الكلام ده كله بقى يعني ده انا سايبه لك انت بقى تبدا تفنن وتعمل فيه اللي نفسك فيه. اوكي تعالى بقى البوكس اللي جوه اللي هو البوب كورن بوكس اللي جوه دوت ممكن نعمل فيه نفس اللي عملناه مع الارض، ان احنا نخليه ما يبقاش ظاهر في الريندر، بس هو كده مش ظاهر لان هو جوه فهو مش ظاهر معانا. طيب تعالى بقى نبدا نطلع الفايل دوت للريندر. فهنيجي من هنا هنختار اول حاجه في البروسيس بتاعتنا احنا عايزين فيه دي نويز داتا، وعايزين هنا يكون فيه معانا ناخد الشادو كاتشر، وممكن كمان نفعل الامبيانت اكلوجن ممكن نحتاجه. طيب زي ما قلت لكم بقى لو انت عاوز تشوف شكل الريندر او الحاجه اللي هتطلع معاك في الريندر في النهايه بتدوس على الايكون دي شو اوفرلاي دي تخفيها، فخلاص هو ده شكل الريندر اللي هيطلع معانا. اوكي تعالى نختار بقى مكان الحفظ بتاعنا RGBA 16، وهنيجي من هنا كده على المكان بقى اللي هنحط فيه الريندر سي جي. هنختار من هنا دي هنسميها مثلا بوب كورن، نعمل نيو فولدر كده نسميه بوب كورن، ونسمي هنا بوب كورن ونعمل اندرسكور عشان يسيفه. تعالى نخش بقى من هنا كده على الكومبوستنج. طبعا بقى هو عمل لنا الحاجات اللي هي
واللايرز اللي موجوده دي كلها انا مش محتاجها، لان كل دوت بيتعمل من التراكنج. همسح كل ده وهخلي ده بس اللي معايا. اوكي طبعا هدمج الاثنين دول مع بعض، بدوس شيفت بالكليك يمين مش بالشمال عشان ادمج الاثنين دول مع بعض، وهحط من هنا دي نويز داتا. هحط الدي نويز نورمال في النورمال والدي نويز البيدو في الالبيدو. كده ده اللاير الاول معايا. طيب انا عندي هنا بقى في كمان شادو كاتشر انا عايز اطلعه، فهحط من هنا حاجه اسمها فايل اوتبوت بالشكل ده، وهوصل فيها الشادو كاتشر هنا. ده كده عشان يسيب لي الشادو كاتشر لوحده، انا عايزه يبقى فلير لوحده، لان لما بيبقى فلير لوحده انا بعرف اتحكم في الاضاءات بتاعته في الالوان وهكذا. وهختار من هنا المكان بتاعه هنا بوب كورن، هسمي دي تبقى شادو كاتشر او ممكن تكون شادو بس، ومن جوه هنا هنسميها شادو. اوكي الفايل اوتبوت دي لو عايز تتحكم في اداتها بتدوس حرف الان من الكيبورد، وبتختار من هنا النود نسميها مثلا دي كده هنا شادو. وزي ما اتفقنا هو اتحفظ هنا في المكان دوت، هيبقى بي ان جي بس مش ار جي بي اي. خلي بالك بقى من الحته دي قوي، لان لو تسيب ار جي بي اي هيطلع بالالفا، فبالتالي انا كده مش ما استفدتش حاجه من الشادو ده. انا عايزه دوت بالذات يبقى ار جي بي بس. خلي بالك من الحته دي، الحته دي مهمه جدا 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 جدا، وانا عارف الناس هتقع فيه. اوكي دي الاسم اللي هو الايمج هنا ده اللي هيتكتب في اول اي فريم، فممكن نخليها من هنا شادو على طول. وبس كده اعتقد ان احنا كده امورنا طيبه كله تمام. ممكن نيجي نختار بس هنا كده السامبلنج بتاعنا في الريندر، هنشيل بقى الدي نويز، خلاص مش عايز اعمل دي نويز. ممكن اختار من هنا الدي السامبلنج بتاعي 256 يعني كده هيبقى كويس. شيل بقى كل الكلام دوت انا مش محتاجه دلوقتي. الموشن بلور زي ما اتفقنا نتاكد ان هي تبقى متفعله وتبقى نص بس. الكالر مانجمنت اي جي اكس كله تمام. ندوس كنترول اس ونسمي الله ونروح نعمل ريندر انيميشن او كنترول اف 12. طيب اوكي كده الريندر بتاعنا كده خلص وبقى جاهز اهوت. ده البوب كورن اوكي، وده الشادو بتاعنا. خلينا بقى نفتح فايل جديد بلندر وندخل منه على الكومبوستنج ونعمل الكومب بتاعنا. طيب اول حاجه هنفعل يوز نود. نظبط بس الاول الريزوليوشن بتاعنا. احنا كنا 1440 في 1120 وكان الفريم ريت بتاعنا 29 وكان معانا 200 فريم الالوان بتاعتنا هتبقى ستاندرد. طيب خلينا بقى نمسح الريندر لاير دي ونبدا نحط الحاجات بتاعتنا. هندوس شيفت ايه، اختار ايمج سيكونس. ادي البوب كورن بتاعنا. هيجي هنا ندوس ان من الكيبورد عشان نفتح التابه دي، ونيجي هنا على نود وهنكتب هنا هنسمي دي مثلا بوب كورن. اوكي بعد كده ايمج سيكونس تاني، نرجع باك نجيب الشادو بتاعنا نفس الكلام نسمي ده شادو. تنظيم اهم ما يميز اي ارتست في الدنيا. بعد كده هنفتح تاني ايمج نجيب السيكونس بقى بتاعنا فوتج نفسها عشان نبدا ان احنا نكمبوز عليها. حلو نكمبوز دي ماشي. ده كده يبقى ده الفوتج. طيب زي ما اتفقنا بقى احنا الكومبوستنج بتاعنا بيبدا ازاي؟ زي ما اتكلمنا ان هو بيبدا من تحت لفوق، يعني اخر حاجه بتبان هي اللي بيحطها الاول اللي هي مثلا زي الشادو، بعد كده نحط فيها بقى الحاجات اللي هي بتكون سي جي وهكذا يعني. فاول حاجه هنعملها ان احنا ندوس شيفت ايه ونحط هنا ميكس نود ميكس كلر، وهنبدا نحط الفوتج فيها، والناحيه الثانيه هنبدا نحط الشادو بتاعنا. لو عايزين نظهر البريفيو بقى كنترول وشيفت على البريفيو دي. طبعا هي كده الشادو باين فوق الفوتج بس هو باين. احنا عايزين نخليه يبقى مالتي بلاي، هندوس من هنا نخليه مالتي بلاي عشان يبقى بالشكل ده. بعد كده هنيجي من هنا ندوس نحط الفا اوفر. كده احنا حطينا البوب كورن فوق الشادو بتاعنا، فكده ادي الفوتج كده الشادو كده عملناهم مالتي بلاي على بعض. بعد كده حطينا البوب كورن بتاعنا على الشادو بتاعنا. طيب في بقى شويه تظبيطات بقى. مثلا لو الشادو بتاعي هنا انا شايف ان هو واخد بلوش شويه، حته ان انت لو عايز تعمل زوم ان جوه الكومبوستنج دي رخمه شويه، فممكن تلغي من هنا الباك دروب دي. اقول لك على طريقه حلوه، دوس حرف الان من الكيبورد عشان نلغي الحته دي ونفتح نقسم دي بالنص، ونيجي من هنا نجيب الايمج اديتور نخليها في الفيور نود مثلا كده، فتقدر ان انت تعمل زوم ان براحتك. خلاص خلي دي كده فيور نود. فالشادو بتاعي هنا انا شايف ان هو في سنه نويز شويه واخد لون تنت كده ازرق يعني. فانا عايز اصلح الحاجات دي بقى هعمل ايه؟ هنيجي من هنا نوسع بقى الدنيا دي كده شويه، وهنحط نوده جديده اللي هي بتاعه يو ساتوريشن. هنحط دي هنا كده ونقلل الساتوريشن بتاعنا شويه لحد ما يبقى بالشكل ده. واخدين بالكم معايا؟ بصوا كده من غير النوده دي، بص كده بيفور وافتر. دي كده النوده اللي هي بتاعه تصحيح الالوان بتاعتها. طيب انا شايف انه برده ممكن الفاليو بتاع الشادو دوت ان هو يتظبط شويه عن كده. ممكن نقلل بس في الساتوريشن بتاعه كده شويه لحد ما يبقى الشكل ده كده. اوكي طيب اول ما تلاقي بقى في نويز كتير كده معاك ممكن تحط نوده جديده شيفت ايه اسمها دي نويز. حط النوده بتاعت الدي نويز دي هنا، هتلاقيها بص خلت لك الدنيا تبقى سموز وجميله جدا. ماشي ده بالنسبه للحاجات بتاعت اللون والدي نويز. طيب تعال بقى نكمل لو قدام شويه كده، بس خلي بالك النوده بتاعت الدي نويز دي احيانا بتقل الكومبوستنج بتاعك شويه،
او الريندر بتاع الكومبوستنج شويه. طيب نفس الكلام برضو لو انت شايف انه الساتيوريشن او الالوان هنا شديده شويه، ممكن نيجي من هنا برضو نحط هيو ساتيوريشن، نوده كده بتاعت هيو ساتيوريشن، ونبدا ان احنا نقلل الساتيوريشن شويه بتاعنا. سوري حطيناها على الفوتج، احنا مش عايزينها على الفوتج، احنا عايزينها على الريندر ده، فخلينا نحطها هنا كده، نقلل الساتيوريشن شويه، وليكن مثلا تبقى حاجه بالمنظر ده ماشي. و بس كده بقى خلينا يعني هنطلع الفايل ده كده خلاص بالكومبو دوت. طبعا احنا عندنا هنا مشكله بقى ان الولد المفروض ان هو ورا البوب كورن دوت، فعندنا المشكله دي عايزين نصلحها. طيب تعالى نطلع ده بقى كده للريندر. هنحط هنا الكومبوستنج في اخر نوده خالص معايا اللي هي الالفا اوفر دي، ونختار المكان بتاعها اللي هو هيبقى ريندر كوم، ونكتب مثلا كوم، ونحط مثلا هنا كده فولدر نسميه B01، ونسمي ده كوم B01، نحط اندرسكور تنظيم، خلي دي RGB بقى بس، خلي دي 16، ونيجي من هنا نقول له ريندر انيميشن. هيبدا ان هو يعمل ريندر بقى للكومبوستنج بتاعنا. زي ما قلت لكم ان النوده بتاعت الدي نويز دي احيانا بس بتخلي الريندر يبقى اتقل شويه، او انت ممكن بقى تعمل حاجه ان انت ممكن تخلي الريندر بتاعك او تخلي الكومبوستنج بتاعك كله على افتر افكت. فتعال نجرب كده ونشوف الكومبوستنج بتاعنا لو هنعمله على افتر افكت هي هنعمل ايه. هنيجي من هنا مثلا نختار الفوتج بتاعتنا ده كده هيبقى الباك جراوند. تعالى نسميها تبقى باك جراوند مثلا BG، وتعالى نختار الريندر بتاعنا الاولاني ريندر CG بوب كورن، نختار اول فريم كده وندوس اوكي، ونسحبه يبقى فوق هنا، نسمي دوت بوب كورن اوكي. هو نفس الطريقه او نفس الحاجات اللي احنا عملناها من شويه في بلندر هنعملها هنا. الشادو نفس الكلام، دي هنا شادو ماشي. دي طبعا بقى هنخليها مالتي بلاي. هنيجي انا عايز بس اغير المكان بتاعي، لوني انا اجي فين لوني مثلا اجي، فهخلي الشادو بتاعي دوت يبقى مالتي بلاي، فهعمل مود هنا كده اخليها مالتي بلاي. نفس الكلام هيدينا نفس الافكت اللي احنا عملناه الناحيه الثانيه. الالوان برضو نفس الحاجات ديت. ممكن نيجي هنا بقى من الافكتس دي تكتب مثلا هيو ساتيوريشن، تسحب دي كده وتحطها على الشادو. هنقلل الساتيوريشن بتاع النوده دي شويه، نظبط بقى الشادو بتاعنا بقى. يعني هنا بقى الامر متروك ليك بقى ان انت تعمل كل اللي نفسك فيه. نفس الكلام بقى هنا لو عايزين نشيل النويز اللي على الشادو دوت، هنيجي نكتب هنا كده دي، وبعد كده نحط اندرسكور ونويز عشان تكتب لك تظهر لك الايفكت ده، ونحطه على الدي نويز بتاعنا او نحطه على الشادو بتاعنا فيعمل لنا الدي نويز اوكي. على حسب بقى قوه النويز بتاعك بقى ممكن تقللها من هنا كده من النويز ليفل. طيب كل ده تمام، يعني ما فيش اي فرق ما بينه وما بين اللي احنا عملناه في بلندر. كل بقى اللي احنا هنحتاجه هنا ان احنا عايزين نقص الولد بتاعنا ده. طيب عشان نقص الولد ده بقى هنعمل ايه؟ هناخد كوبي من الباك جراوند دي، كنترول سي كنترول في، ودي هنسميها مثلا بوي. طبعا دي هنطلعها فوق خالص كده، وهندوس دبل كليك على بوي دي فيفتحها لنا في تابه جديده الناحيه دي. هنبدا بقى نعمل ايه؟ هنيجي عند اول فريم خالص كده، وهتلاقي هنا في حاجه اسمها الروتو براش. هنبدا ندوس كده، هتلاقيه بيعمل لك تحديد او سيلكشن على جسم الولد. تبدا انت تمشي معاه بقى واحده واحده كده. اول ما يظهر معاك حاجه من بره هتدوس على الالت وتمسح التحديد الزياده ده، وليكن كده 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 مثلا. نمسح كل الزيادات دي مثلا كده كده كده، نمسح ده كمان، نمسح ده كمان للعجله معانا الارض دي كلها، ناخد ده كمان نمسح ده. نزود الكوتشي الشوز، نمسح كل الكلام ده ماشي على قد ما نقدر بقى ان احنا نخلي الماسك بتاعنا كده يكون نظيف، عشان ده اللي هيبدا ان هو يعمل له تريك. طيب عملنا الماسك بتاعنا، ندوس بقى على السبيس ونبدا نراقبه كده واحده واحده نشوف هيعمل ايه. فهتلاقيه هيبدا هو بص بيتابع حركه الولد بالاجزاء بتاعته، بالجسم بالعجله بكل الكلام دوت الى حد ما ماشي مظبوط اهو. جميل جدا، تمام تمام تمام، مفيش اي مشاكل لحد دلوقتي. يعني الحاجات اللي تحت دي مش مقصره معايا قوي فمش محتاجها قوي انا، مهم بس الجسم والحاجات اللي فوق دي انا برضو تمام تمام تمام. بص هنا بقى في شويه مشاكل، فهنرجع هنا كده. ايوه بقى الكاب، هتلاقي الماسك بتاعه بدا يلعب، فلازم ده هنا كده اعدلها له ودوس سبيس تاني عشان يبدا يكمل. فاحنا كده تمام. في الاخر كده بيبدا يظهر معايا الولد او الراجل دوت والبنت دي، فهنا هيبقوا كده مقطوعين من البوب كورن، فهضطر ان انا اجي هنا واقصهم او اعمل لهم ماسك برضو معايا كده. هاجي هنا كده، طبعا هنا بقى دي صعبه شويه عشان جسم البنت بشعرها بالجاكيت اللي هي لابساه قريب قوي لشكل الصخور اللي وراها. بس تعالوا نشوف كده هيبقى شاطر وهيعرف يجيبها ولا لا. احنا بنجمع كده، كل ما تيجي تمسح بتدوس على الالت، وكل ما تيجي تزود بتسيب ايدك بس ماشي. تعالى بقى ندوس سبيس من الكيبورد. اخر حته دي ما بلحقش اشوف ماشي. بص شكل هنا لا احنا عايزين كل ده، مش عايزين الحته دي. لو عايز تمشي بقى فريم باي فريم بتدوس كنترول وسهم يمين، يبدا يدخلك على الفريم اللي بعده كده عشان تشوف هو مظبوط ولا لا. يعني بص هنا كده الشوز دي مش مظبوطه، هبدا ان انا اخدها معايا كده، نمسح الحته دي. يعني تظبيطات بس كده بقى بتاعت الكومبوستنج. يعني بعد ما تخلص خالص بقى بتبدا تبص كده على الماسك بتاعك. لو حسيت ان الاطراف بتاعتك الايدجز دي هاده قوي، بتبدا ممكن بقى تظبطها من هنا، من شيفت ايدج ده تدخل السلكشن بتاعك يخش شويه، تزود شويه فيزرنج عشان
عشان يبقى النقله خفيفه التظبيطات دي كلها. بعد كده بعد ما تخلص خالص بقى عشان تسيف كل اللي انت عملته ده بتيجي من هنا من على فريز، دوس عليها هيبدا يحمل معاك كده. هو بيعمل سيف، كان بيعمل سيف للماسكات اللي انت عملتها دي كلها، كل التفاصيل اللي احنا رجعناها دي. وبس كده يعني اعتقد ان احنا كده ممكن نكتفي باللي احنا عملناه دوت. ممكن بقى نطلع الفايل دوت للريندر، فهنيجي من هنا من اكسبورت ونعمل اد ريندر كيو. هتختار بس من هنا كده المكان اللي انت بتعمل فيه الاوتبوت ريندر بتاعك. فهيجي هنا كده في الريندر، احنا هنا مش عاملين فولدر للافتر افكتس، فخليني ممكن اعمل هنا 04 افتر افكت واعمل هنا اكسبورت وهسميه سيشن 6 اي 01. بعد كده تدوس ريندر هيبدا يعمل ريندر للفايل بتاعك. طبعا بقى في حاجات عندك هنا مثلا زي اليافطه دي، ممكن تقص اليافطه دي كده بالعلم وتخليهم هم قدام عشان لما بنفس الطريقه كده، عشان لما الفشار ده يطلع كده يبقى باين ان العلم والكلام ده هم قدام مش ورا. يعني كل دي تفاصيل بقى بتفرق معاك يعني. وبس كده دي تبقى النتيجه بتاعتنا بتاعت الفيديو النهارده. تعالوا نعمل ريكاب سريع كده. احنا اتكلمنا عن ايه؟ احنا عملنا الاول تراكنج للفيديو، وبدانا نظبط الاضاءه بتاعتنا، شفنا ممكن نعملها ازاي، اتكلمنا على كذا تفصيله صغيره كده جوه الفيديو نفسه، اتكلمنا عن البارتكل سيستم بشكل موضح وقعدنا شرحنا كل الحاجات اللي فيها، وده تنفيذ او مثال اللي ممكن تقدر تعمله ببارتكل سيستم. بارتكل سيستم بتعمل بيه حاجات مهوله، هنشوف قدام مع بعض ممكن نعمل ايه. شفنا كمان برضو في افتر افكت ممكن نعمل الكومبوستنج بتاعنا هناك، وممكن نشوف ازاي لو احنا عندنا عنصر او شخص او عربيه او حاجه بتتحرك ممكن ازاي ان احنا نعرف نخليها تعمل لها كومبوستنج معانا. للاسف بلندر بيبقى مش اقوى حاجه في الحته دي، لان افتر افكتس عنده حته الروتو براش دي ان هو يقدر ان هو يحدد الاشخاص ويعمل لهم تراكنج بشكل مميز. وبس كده مستني بقى التنفيذ بتاعكم على البروجكت دوت، وتقولوا لي رايكم في الكومنتات. ولو في اي حاجه انتم محتاجينها الفتره الجايه، او لو حد عنده اي استفسار يا ريت ما تترددش، اكتبها في كومنت او ابعتها لي في مسج. ان شاء الله هحاول بقدر الامكان ان انا ارد على كله. وبس النهايه بتاعتنا بقى اللي احنا متعودين عليها، ان انت لو عجبك الكلام اللي انت شفته ممكن تعمل لايك، ولو حاسس ان انت ممكن تحب تسمع وتشوف المحتوى بتاعنا تاني ممكن تعمل سبسكرايب. واستنوني في فيديوهات جديده، عشان احنا من اول الفيديو اللي جاي هنبدا ندخل بقى في الشغل اللي بجد. هنبدا نكبر البروجكتس بتاعتنا بشكل اكبر، هندخل تفاصيل بشكل اكتر، هنبدا نتكلم عن حاجات احنا شرحناها قبل كده، وحاجات تانية لسه هنشرحها من اول وجديد، او حاجات لسه ما اتكلمناش عنها قبل كده، بس البروجكتس نفسها هتبقى واخده منحنى تاني. اعتقد ان احنا كده خدنا فكره كويسه عن فيديوهات الفي اف اكس، ممكن يكون السيكونس فيها ماشي ازاي. ولو انت بتطبق معايا من اول درس فانت كده عندك محصله تقريبا 3 أو 4 فيديوهات تقدر تحطهم في البورتفوليو بتاعك، او في بالك ان انت تقدر تكمل عليهم وتطلع افكار بنفس الطريقه. اشوفكم على خير ان شاء الله. سلام.